أهلا بكم من كل مكان على الكوكب. النهاردة معانا قصة جامدة جدا، قصة مختلفة عن أي حاجة شفتوها قبل كده. قصة النهاردة عن بنت عاشت حياتها في جحيم. عيلتها أهم حاجة عندهم هي مصلحة العيلة، حتى لو هيضحوا بالبنت نفسها. بس مش دي كل المشكلة، ده كمان أختها خانتها وخدت منها حبيبها وكل حاجة بتمتلكها حرفيا، وبقت عايشة زي الخدامة. تكروا البنت دي هتفضل عايشة في جحيم ولا هتغير حياتها؟ كل ده هنعرفه النهاردة لما نتابع قصة الحب المحظور. وما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لإخواتنا في كل مكان. ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدأ القصة. كانت لين روان سيدة عيلة لين وأبرز شخصية في مدينة يوان كلها، وتوفت أمها بدري جدا ودخلت ست تانية للبيت مع بنتها الغير شرعية. وبطلتنا كانت لطيفة جدا معاهم ومتواضعة، ولكن حتى بعد ما قدمت كل اللي عندها للعيلة، كل اللي لقيته هو القمع والإهانة. وفي الآخر باعها أبوها الراجل أعمال ثري علشان مصلحة العيلة. وفي الآخر هي عانت من تعذيب وحشي لحد لما فرقت الحياة، وده بسبب حادثة تقريبا. وبنشوف بطلتنا وهي واقفة كروح وعمالة تشوف جسمها اللي ميت على الأرض، والناس بيقولوا شياو شياو مالك يا شياو، اتصلوا بالإسعاف بسرعة. وهي بتقول ايه هو أنا ميتة؟ وبنشوف الأم اللي كانت شكلها كده ولا حيزبونة وبتقول في بالها ده فعلا سوء حظ، أنا ما حصلتش لحد دلوقتي على ممتلكات عيلة مو قبل ما تموت. وبنشوف أختها اللي هي البنت الغير شرعية، هي كانت عمالة بتعيط، ولكن هي شكلها مش بيكون اللي هي حزينة خالص، شكلها دي دموع التماسيح. وهي بتقول في بالها يا أخت العزيزة ارتاحي في سلام، أنا هورث حبيبك وممتلكاتك كويس جدا. وبعد كده هي بترجع فلاش باك وبتفتكر هي لما كانت مع أمها لما كانت بتودع. وطبعا بطلتنا كانت صغيرة ساعتها، وأمها كانت بتقول اشياو بعد ما امشي انت لازم اللي انت تعتني بابوكي، افتكر اللي انت تكوني حذرة وتحتملي كل حاجة. وبنشوف الاب وهو عمال بيزعق لها علشان اختها الغير شرعية، وهو بيقول لها انت الاخت الكبيرة، هو انت ليه مش قادرة تتنازلي على اي حاجة لاختك الصغيرة؟ وبنشوف حتى حبيبها السابق اللي اختها سرقته منها، وهو بيقول لها لولا ثروة عيلة لين مين بس هيوافق على الجواز من واحدة زيك، انت فعلا حتى مش فاهمه المرح. وبنشوف جوزها اللي هو كان شكله تخين ومعفن، وهو بيقول لها من الافضل ليك انك تطيعيني وتخدميني كويس جدا، والا انا هدمر عيله لين في غمضه عين. وطبعا هي كانت بتستحمل كل ده. وبطلتنا بتقول في بالها يا ماما انا سمعتلك كويس جدا وطيعتك طول حياتي، وانا حصلت على ايه في الاخر؟ ولا حاجه. وهي بتقعد تعيط. وبعد كده فجأة أول لما بتفتح عينيها بتلاقي نفسها قدام مراية وبتقول هو أنا لسه عايشة؟ بس إزاي؟ لا استنى لحظة، ده يوم فرحي. وبتشوف نفسها وهي لابسة الفستان بتاع الفرح وواقفة تشوف الزفة وكمان المعازيم، بتقول ده كده يوم جوازي من السيد مو. وهي بتورث نفسها علشان تشوف ده حقيقة ولا لأ، وبتقول استنى ده أنا كده مش شكلي بحلم، ده أنا كده اتولدت من تاني. بما إن السما ادتني فرصة تانية فأنا مستحيل أكرر نفس الأخطاء مرة تانية، والمرة دي هخلي كل اللي أساء ليا يدفع التمن. وساعتها هي بتجيب مقص وبتقص الفستان بتاعها علشان تعرف تتحرك. وبنشوف حد بينادي عليها وبيقول لها يا لين انت بتعملي ايه؟ يا ترى يحصل ايه لو شافتك اختك؟ وبعد كده بنسمع حد بيقول هتتجوز الوحش العجوز مو ده النهارده؟ انا ما اعتقدش خالص اللي هي هتعيش لفترة طويلة، كل اللي انا لازم اعمله ان اتصرف بحب وهي هتديني الفلوس بتاعت عيلة مو، وفي الاخر هتكون عيلة مو ولين لينا. واللي بيقول كده تقريبا كده الاب. وبنشوف اختها الرخمه اللي بتقول لها يا اختي انت ازاي خرجتي؟ والتاني اللي جنبها بيقول لها شاو اسمعيني بس الموضوع مش زي ما هو باين. وساعتها هي بتقرب منه، وتقريبا ده كان حبيبها في حياتها القديمة، وهو طبعا كان بيمثل اللي هو بيحبها، ولكن طبعا اختها هي اللي خدته منها. وهي بتقرب منه وبتقول له انا عايزه بس اخرج اتنفس شويه هوا، هو انت ممكن تيجي معايا؟ وهو بيقول لها اشياء وروحي لغرفه المكياج واطلبي من مصففه الشعر اللي هي تعدل لك المكياج بتاعك. وبعد كده بيمشوا هما الاتنين،
والاخت الحيزبونه بتكون متضايقه وبتقول في بالها هنشوف لحد امتى هتقدري تحافظي على سويلين. سويلين ده يا شباب هو اسم حبيبها اللي ماشي معاها دلوقتي. وبعد كده بيتمشوا في الحديقه سوا، وبطلتنا بتقول له يا سويلين وانت فاكر لما انا ما كنتش بقدر امشي انت كنت بتشن على ظهرك؟ يا ترى انا ممكن اطلب منك ده دلوقتي؟ وهو بيقول لها ماشي. وهو اول لما بيقعد على الارض عشان تركب على ظهره هي بتبتسم ابتسامه شريره وبتمسك حجر وبتضربه على دماغه تفقد الوعي، وبتقول له حسالة يا لعين انا ما قتلتكش دلوقتي وده فضل مني. وساعتها بتاخد مفاتيح العربيه بتاعته وعلى طول بتاخد العربيه وتهرب من المكان. ولكن وهي ماشيه فجاه بتطلع عربيه في وشها وبتقول في بالها ايه انت كل حاجه بسرعه كده؟ هو الحظ الوحش ده؟ هو انا هموت في حادث سياره بمجرد ما اتولد من جديد؟ وساعتها يا عيني بتقفل عينيها وبتستسلم للامر الواقع. ولكن فجاه هي بتقف والعربيه التانيه بتقف قبل ما بتيجي فيها. ولكن الغريب اللي هي بتشوف العربيه جنبها. وساعتها بطلتنا بتستغرب وبتقول ايه اللي حصل؟ ازاي السياره اتوقفت كده؟ هي انطلت من السياره دي ولا ايه؟ وساعتها في راجل غريب بيجي العربيه بتاعتها وبيفتح الباب وبيطلعها بالقوه وبيقول لها هو انت مجنونه؟ هو انت عايزه تموت الجذب انتباهي؟ وساعتها في حد بيقول هي مين البنت دي وازاي تتجرأ لا تصطدم بسياره السيد فو؟ وبطلتنا اول لما بتسمع اسم فو بتقول في بالها ان السيد فو ده هو ابن عيلة فو، دي اكبر مجموعة في مدينة ايه، وده وسيم جدا. يا ريتني ما اتكلمت. وساعتها هي بتقول له انت متكبر جدا ليه كده؟ وساعتها بتسيب ايدها على طول من ايده. وفجأة بييجوا شوية من رجالة الناس بتوع العيلة بتاعتها وبيقولوا لها يا سيدة لين أرجوكي ارجعي معانا. وبتقول لا، لو تم القبض عليا فأنا مش هقدر أهرب مرة تانية وأنا مش عايز أكرر نفس الغلط. وساعتها هي بتمسك فو ده وبتديله واحدة على الماشي وبتلزق فيه وكأنه حبيبها. وهي بتقول أنا مع السيد فو، قولوا للسيد مو إن أنا ما هربتش ولكن فو جه علشان يخطف العروسة. وساعتها هما بيخافوا جدا ويقلقوا وبيقولوا بعض هو ده صحيح؟ يا ترى نعمل ايه؟ يا نرى ناخدها ولا لا؟ والتاني بيقول لا، خلينا نرجع ونستشير السيد الاول، لو احنا اغضبنا عيلة فو فده مش هيخلي حتى ان ارواحنا تكون كافية. وساعتها هما بيرجعوا تاني وهي بتقول له شكرا ليك، انا هبقى ادعوك لتناول العشاء المرة الجاية. ولكن هو مش بيسيبها تمشي وبيمسكها وبيقول لها وانت تعتقد ان بمجرد ما تستفيدي مني كده هتمشي؟ انت بتلعبي معايا لعبة الابتعاد وبعد كده الاقتراب. وهي بتقول في بالها ولكن انا فعلا بهرب في حياتي. وهي بتقول له اوعى يا عم، انا عارفة ان انا ما ينفعش نعمل كده ولكن الموقف كان يقتضي ده. وبعد كده تشيل العقد اللي كان على رقبتها وبتقول له اعتبر القلادة الماسية المحدودة الاصدار دي من تيفاني دي دافع ليك. ولكن هو مش بيرضى وبقول لها قلادة واحدة بس، انت عايزة تستبدلي قبلتي الاولى بالشيء ده؟ هو انت فاكرة نفسك سمينة ولا ايه؟ وساعتها هي بتقول له قبلتك الاولى؟ وهي بتقول في بالها السيد فول وسيم المشهور، يا ترى دي قبلته الاولى فعلا؟ ده فعلا حاجة غريبة جدا، هو اكيد مش عاجز مش كده؟ انا فعلا حاسة بالاسف للسيد فو وكمان على السيدة المستقبلية بتاعته، ولكن ده مش هيهمني، المهم دلوقتي ان ابعد عن المكان المشؤوم ده. وساعتها هو بيقول لها وانت بتعتقد انك هتقدري تمشي كده بعد اللي عملتيه؟ وهي بتقول له انت عايز ايه يعني دلوقتي؟ وهي بتقول في بالها انا لو ما مشيتش دلوقتي بسرعه فيكتشفوا كذبتي وهيكون من الصعب خداعهم. لكن هو بيقرب منها بطريقه مش حلوه وهو بيقول لها بما انك عماله تتشبتي بيا كده فانا هرضي رغبتك بالطبع. وهي بتقول له انت فعلا زي ما اتقال عنك انت مجرد وقح. وساعتها هي بتضربه برجلها في الحته الحساسه وهو بيقع على الارض يا عيني وهي بتطلع تجري. والخادم بيقول له يا سيدي هو انت بخير؟ وبيقول الست المجنونه دي انا بس كنت عايز اخليها خادمه اليوم واحد، هي ليه عملت فيها كده؟ وبعد كده بنلاقي بطلتنا وهي قاعده في حانه وعماله بتفكر يا عيني وبتقول في بالها رغم اللي انا هربت ولكن قدرتي الحالية مش كفاية خالص لتغيير المصير بتاعي، أنا لازم ألاقي شخص مناسب علشان يساعدني، ولكن أنا هلاقي مين بس؟ وبعد كده هي بتقعد تسمع أصوات في المكان وبتشوف واحد وبتقول ده أنا لو قدرت أتجوزه. وده بيكون يانج يو، ده الشاب الأول في عيلة يوان تشينج. وبتقول في بالها أنا كده ممكن يكون عندي حامي. وبعد كده بتشوف الراجل وهو بيتكلم معاه وبيقول له يا سيدي
دول عنيدين جدا، ازاي بس هنقدر نتفاوض بشأن المشروع ده؟ ولكن بنشوف بطلتنا بتتدخل وبتقوله هي مش هتنفع مع التجار المخضرمين، تربية السيد يانج واخلاقه مستحيل تنفع معاهم. وساعتها الراجل التابع بتاعه بيقول له انت مين وانت ازاي تتجرأي تتجسسي على كلامنا؟ وهي بتقول انا عندي طريقة، ولكن انا معرفش انت كنت هتصدقني ولا لا. وساعتها هو بيسمعها وفعلا بتقول له على الطريقه، وبتقول له يا سيد يانج دول رجعوا، لو انت نجحت فافتكر اللي انت تدعوني للشراب. وبعد كده هي بتسيبهم وبتمشي، وبتقول في بالها انا لما كنت بساعد جدي في اداره الاعمال انا شفت كتير جدا من الاشرار في مكان العمل، وفعلا طريقتها بتنجح. وبعد كده بيجي لها نفس التبع بتاعه واللي كان بيقول لها انت مين، وبيقول لها يا انسه سيدي بيدعوك للشراب. وساعتها هي بتروح له وبتقول له مبروك يا سيد يانج، بالمناسبه انا نسيت ان اعرفك بنفسي، انا اسمي لين روان شياو. وهو بيقول لها ايه، هو انت العروس اللي هربت من عيله لين؟ وهي بتقول له ايوه انا، ولكن انا لو ما كنتش هربت كانت اتدمرت حياتي، ومين قال ان البنات ما يقدروش اللي هم يورثوا الشركات؟ وليه اصلا المفروض الواحد يضحي ساعدته علشان مصالح العيله؟ انا طبعا مش هوافق. وهو بيقول لها هو انت بتعتقدي فعلا ان انت تقدري تغيري كل ده بنفسك؟ وهي بتقول له ايوه، ولكن لو انا ما قاومتش فمين هيساعدني على التغيير يعني؟ وهي بتقعد تفتكر وبتقول انك تروح للدراسه بره زي ما قررت العيله، وتتخلى عن حلمك في الموسيقى زي ما قررت العيله، وانك تروح للشغل في الشركه زي ما قررت العيله. وطبعا كل ده حصل برضه مع السيد يانج، وهو بيقول في باله ايه، يا ترى انا ممكن اتغير برضه؟ وهو بيسرح بتفكيره، وبطلتنا بتقول له ايه، هو انت بتفكر في ايه وانت سرحان؟ وهو بيقول في باله دي ممكن اللي هي تدي لمعان على حياتي المظلمه اللي انا شايفها قدامي. وساعتها هو بيمسكها من ايديها وبيقول لها في عطله نهايه الاسبوع ده عيد ميلاد امي وهيكون في مزاد في البيت، يا ترى انت عايزه تحضري؟ احنا ممكن نكون اصدقاء. وهي بتوافق، وهي بتقول في بالها الخطه نجحت. ولكن فجاه بيجي السيد فوق وبيقول لها يا لين روان شياو. وساعتها هي بتستغرب جدا، وهو جه لحد هنا وهو بيمسكها من ايديها وبيقومها كمان وبيقول لها حبيبتي انا اتاخرت ولكن مفيش داعي انك تعاقبيني كده. وبيقول لها انت كنت بتتشبتي بيا وبتقبليني النهارده الصبح ودلوقتي ماسكه ايد راجل تاني. وهي بتقول له يا فوزي انت عايز ايه يا عم انت؟ وهو بيقول لها اكيد انا عايز اعترف لك بحبي يا تشياو، انا فعلا بحبك. وهو فعلا خلى الخادم بتاعه يجيب لها باقه ازهار وكمان عقد، والعقد بيكون حلو جدا، وفعلا هو بيلبسه لها وكل الناس في المكان بيفرحوا. وهي بتقول له يا فوزي مالك يا عم انت؟ وهو بيقول لها انت اتجرأت على انك تسليها، فانا اقول للسيد مو باللي حصل الصبح. وساعتها هي بتلبسها وبتاخد الباقه وبتقول في بالها ايه يعني انا خلاص كده اتدبست. وبعد كده الناس بيفضلوا يقولوا السيد فو ده مفيش اي واحده تقدر تقاوم السحر بتاعه. وبعد كده بيقولوا يا ترى هربت الانسه لين علشان السيد فو فعلا ده هروب العروسه والابن المدلل. وبعد كده بنشوف يانج اللي هو متضايق وبيقول لها انسه لين شكرا ليك على مساعدتك دلوقتي، ولكن فيما يتعلق بالاصدقاء انا كنت مندفع، علشان كده مفيش داعي للقلق بشأن ده، وانا عندي حاجة تانية علشان اعملها وانا همشي دلوقتي. وساعتها هي بتكون متضايقة جدا، وده بسبب ان السيد فو ضايع عليها الجوازة الحلوة. وهي بتمسك ايد السيد فو وبتمشي، وهما بيقولوا ايه يا ترى السيد فو هيقضي وقت رومانسي مع الجمال ده؟ وهو بيقول بكل تكبر لا انا مش هقدر اعمل حاجة حيال جاذبيتي الكبيرة دي. ولكن فجأة بنشوفها وهي طبعا متضايقة وبتقرب منه وبتمسكه من الجرافطة وبتقول يا فوزي انا مش هيهمني سبب اعلان حبك المفاجئ ليا قدام الكل النهارده، ولكن انت دمرت خطتي وانت لازم تعوضني. وساعتها هو بيقربها منه اكتر وبيقول لها ايه ماشي ايه رايك اللي انت تتجوزيني؟ وساعتها هي بترفض وبتقول له ايه انت، ولكن هي لما بتيجي تفكر بتقول مش وحش برضه. وهي بتقول انت ليه عايز تتجوزني؟ انت ممكن تكون صديق الذكر. وساعتها هو بيتكسف وهو بيقول لها انت ازاي تكوني بنت غير محتشمه كده؟ وهي بتقول له فوزي انت لسه ابتديت ليا، انتظر اشعار مني. وهي بتقول في بالها انا فقدت الامل في العيله الاولى في مدينه يوان، ولكن اغنى راجل في مدينه يوان مش وحش برضه. وبعد كده بنروح اليوم التاني لمنزل عيله لين وبنشوف الاب وهو بيقول
انت حقيرة، انت ارتكبت كل الاخطاء دي ولسه بتتجرأي اللي انت ترجعي. وهي بتقول له فيها ايه، ده بيتي وليه يعني ما تجرأش ان ارجع. وساعتها بنشوف اختها وهي بتقول صحيح ارتكبت الاخت غلط، ولكن في الاخر هي بنت عيلة لين ونشأت تحت رعاية الجد، ودي بنت موهوبة وعبقرية في التجارة، علشان كده مش ممكن لعيلتنا اللي هي تستغنى عنها. ولكن بنشوف الأب متضايق وبنقول ما وصلتش عيلتنا لين للدرجة دي من الحطاط، لدرجة اللي احنا بنعتمد على بنت صغيرة علشان تستحمل المسؤولية التقيلة. وبالإضافة لده لو قدرت هي اللي هي تروح للشركة علشان تتدرب، فممكن انت كمان يا جاو اللي انت تروح للشركة علشان تشتغلي بكرة. وساعتها هي بتفرح جدا وهي بتعمل كل ده عشان تاخد مكانها، وبتقول انا هحتاج منك كتير من النصائح من الأخت في المستقبل. ولكن هي بتقول لها لا انا مش موافقة. وساعتها من المفاجأة هي بتوقع كوباية الشاي وبتقول لها انت بتعملي ايه يا اختي؟ وبتقول لها ايه، فنجان الشاي ده كان المفضل للجد. وبعد كده بطلتنا بتقول ده حتى اللي هي مش هتقدر تعمل حاجات بسيطة زي دي، اللي هي تقدم الشاي والمية، انت ازاي بس عايزة تخليها تروح للشركة عشان تتدرب؟ وساعتها الاخت بتقول في بالها ايه، دي كانت دايما بتطيع ابوها، هي ليه بقت متمردة كده فجأة؟ والاخت بتكون مستغربة جدا من تصرفات اختها. وساعتها هي بترمي اللوم عليها وبتقول اختي هي اللي كسرتها، هو انت ليه يا اختي بتتهميني زور؟ واللي بتقول كده طبعا الاخت الحيزبونة، ولكن بطلتنا بتديها بالقلم على وشها. وساعتها هي بتستغرب جدا وبطلتنا بتقول لها ايه رايك تيجي معايا للجد وهو هيحكم بينا ونشوف هيصدق مين؟ وساعتها بتروح تعيط لابوها وتقول يا بابا بص كده اخت متغطرسه في البيت، ازاي هيكون حالها في الشركه؟ والاب بيقول يا روان اللي بتقوله جياو صحيح، انت ازاي هتحط وش العيله لين في المواقف اللي زي دي؟ وساعتها هي بتكون واثقه في نفسها ومحضره اجابه وبتقول له يا ترى يا بابا انت بتعتقد انك تبعت بنت عشيقه لاي صفقه تجاريه ده هيعكس صوره كويسه جدا لعيله لين؟ وانت فاكر ان الصفقات بتتم بالبكاء؟ لو كان عايز الاب اللي هو يعتقد الاخرين ان عيله لين سهله الاستغلال خليه يبعتها للشركه. وساعتها الاب بيقتنع وبيقول لها جاو اللي بتقول اختك صحيح، انت لازم تستحملي شويه من التدريب. وهي بتقول له يا بابا. وساعتها الاب بيمشي واختها طبعا بتنزعج جدا وبطلتنا بتروح في وشها وبتقول لها من اول دلوقتي انا مش هتراجع وانا مش هسمح لك انت ولا امك اللي انت تتحكموا فيا. وبعد كده بيعدي المشهد وبنروح للام الحيزبونه اللي بتقول لين انا سمعت اللي انت منعت شياو من ان هي تروح للشركه مره تانية. والاب بيقول ايوه دي لسه بتفتقر للكفاءه ومحتاجه اكتر من الدراسه ومفيش داعي للعجله يعني. وهي بتقول للاب هي ممكن تتعلم في الشركه مش كده؟ مش روان برضو بتتدرب في الشركه؟ هي ليش جياو ما تقدرش تروح لهناك؟ ولا انت بتفضل شويه ابناء للتانيين؟ ولكن هو بيسيب ايديها وبيقول دي عماله تعيط وتتدلل زي الاطفال، واصلا جياو اتعلمت كل ده منك انت، ازاي هتروح لاي صفقه تجاريه بالطريقه دي؟ ده هيضر بسمعة عيلة لين. وساعتها الست بتستغرب وقال ايه يعني؟ بتعمل نفسها بتعيط وبتقول له انت بتتجاهلني دلوقتي؟ مين اللي قال اللي هو يعتني بيا وببنتي طول حياتنا؟ وساعتها هو بيقول لها انا عارف يا شياو ولكن انا بعمل كده علشان مصلحة جياو لو راحت للشركة دلوقتي فهتستغلها الثعالب العجوزة في مجلس الإدارة، وانا بوعدك انا هعلم جياو بنفسي وهتكون ليها مكانة في مجلس الإدارة في المستقبل. وساعتها الام بتفرح وبتقول له انت وعدتني. وفجأة بيجي حد وبيقول يا سيدتي يا سيدي سيدة عيلة فو موجودة هنا، وهي بتقول اللي هي جات لخطبة بنتها. وهم بيقولوا ايه؟ هم قصدهم عيلة فو دي اغنى عيلة في مدينة تيوان. والاب بيقول يلا بينا نروح ونشوف. وساعتها الام بتطلع وبتقول ايه السيده فو احنا اسفين جدا احنا اتاخرنا في استقبالك. وهي بتقول لهم لا خالص انا اللي غلطت ان جيت لخطبه ابني من غير ما اقول لكم كده مسبقا. والاب بيقول لا خالص مفيش اي مشكله. بتاخد الست وبتقول لها صحيح روح استدعي الانسه، ازاي بس اللي هي تكون غير مهذبه كده؟ وكلهم بيقعدوا سوا بعد كده. والام بتاعت فو بيقول للعالم الخارجي ان ابني كان مستهتر ولكن زيشيان طفل كويس، وعلى مر السنين كان في كتير جدا من البنات اللي هم بيلحقوه ولكن انا ما لقيتش ولا واحده نقيه القلب كده، ونادرا ما هو بيعلن شبع عن حبه. علشان كده كأم انا قررت ان انا اجي شخصيا علشان اخطب بنتكم، وانا عارفه ان الموضوع كان متسارع شويه وانا ما استعدتش كويس، علشان كده انا نفسي تسامحوني. وهي كانت جايبه لهم هدايا كتير جدا غاليه وبتقول انا هعوضكم عن ده في المستقبل ومش هخلي عليكم
تفقد ماء وشها خالص. وساعتها الأم أصلا بتنبهر بالهدايا، والبنت بتيجي، ولكن مش بتيجي بطلتنا، دي بتيجي البنت التانية الحيزبونة وبتقول لها ازيك يا سيدة فوق. وهي أول لما بتشوفها بتقول أنا لو كنت فاكرة كويس عند عيلة لي بنت تانية مش كده واسمها لين روان. وساعتها كلهم بيتفاجئوا والأب بيتلجلج وبيقول أيوة دي بنت الكبيرة، وبيقول للخادمة روحي واستدعي الآنسة الكبيرة حالا، وبتقول له حاضر يا سيدي. ولكن الأم بتقول يا سيدة فوق خدت جو تعليم نبوغي جدا من صغرها، وهي مثقفة ولبقة وهادية جدا. أما روان فهي توفت امها وهي صغيره، وهي مش هتكون عايزه اللي هي تستمع ليا حتى، وبتقال دايما ان كونك زوجة اب دي حاجه صعبه، ولما انا دخلت للبيت انا ادركت ده. وطبعا هي بتعمل كده علشان تسوق صوره بطلتنا قدام السيده فوق، ولكن هي بتسمع حد بيقول لو كان من الصعب عليك انك تكوني زوجة اب فانت اللي ممكن تعمليه انك تطلعي من ابويا وتمشي. واللي بتقول كده هي بطلتنا طبعا، وهي بتيجي وتقعد في كرسي لوحدها بتقول ايوه يا جاو دي فعلا مثقفه ولبقه وطبيعتها لطيفه، ولكن دي قدرت تخطف حبيب اختها مش كده بس. صحيح انا اسفه، انا قصدي حبيب السابق. وساعتها الاخت طبعا بتتضايق وبتقول لها انت بتكدبي، سويلين كان بس بيشفق عليا علشان كده اهتم بيها اكتر شويه. وهي بتقول لها بيهتم ايوه. وهي بتقول يا سيده فوق انا اسفه على الازعاج ده. وهي بتقول لها لا مش مشكله. وبتقول في بالها شخصية البنت دي بتناسبني جدا، ده حصل المدلل ده على كنز المرة دي. لحظة واحدة يا شباب، لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة، وأهم حاجة اعملوا لايك للفيديو علشان أحس إن جهدي ما راحش على الفاضي. وشكرا لكم، ويلا نكمل الفيديو. وبنشوف السيدة فوق معجبة جدا بروان وبتقول لها يا سهرتي أنا مش هزعجك أكتر من كده، أنا راضية جدا عن روان كزوجة لابني، وبعد كام يوم أنا هطلب من الخادم اللي هو يجيب المهر اللازم للجواز رسميا في عيلة لين. وساعتها بطلتنا بتشكرها بتقول لها شكرا ليك يا عمه، انا همشي معاك لبره. وهي بتقول لها ماشي. والام ساعتها بتقول لها سيده فوق بنتنا جياو، ولكن هي البنت الصغيرة بتقعد تعيط وبتقول يا أمي هي ليه قادرة تتجوز من السيد فوق وهي أسوأ مني. والأم بتقول ما تعيطيش يا جاو، أنت أجمل بنت في مدينة يوان كلها، وما تقلقيش الموضوع لسه ما اتحسمش. والبنت بتقول إيه يا ماما وأنت عندك أي خطة؟ وبتقول لها أنا هبدل الأدوار وأخلي الموضوع حياة واقعة. وساعتها بنتنا طبعا بتسمع الموضوع ده وبتقول في بالها انا عارفه اللي انتوا الاتنين مش هتستسلموا، علشان كده انا هزور حماتي بكره واتجوز الشاب ده بالتاكيد. وبعد كده هي بتكون ماسكه الموبايل وبنسمعها وهي بتتكلم، وحد بيقول لها يا لين روان انزلي دلوقتي انا عند البيت. وهي بتقول له ايه انت ليه جيت بسرعه كده؟ وساعتها بتقابل السيد فوق وبيكون هو اللي كلمها في التليفون، وهي بتنزل له جري وبتقول في بالها فوزي شيان ده فعلا وسيم جدا ويستحق العناء. وهي بتقرب منه وبتقول له وانت ليه جيت هنا في وقت متاخر زي ده، وانت مش خايف ان حد يشوفك؟ ولكن هو بيمسكها بين ايديها ويقول لها انا جيت علشان اطلب منك انك تقولي لامي بان انت هتنسحب من الخطوبه، انت بنت وهيكون الموضوع اسهل عليكي، ولكن انا مش هيهمني سمعتي. وهي بتقول في بالها ايه ده انا كنت اللي انا خططت ضدك اصلا، ومع ذلك انت قلقان على سمعتي. وهي بتقول له طب هيحصل ايه لو انا اصريت على الجواز؟ وكمان انا قلت لك انك لازم تعوضني. وساعتها هو بيقربها ناحيته وهو بيقول لها ايه طب انت عايزه مني ايه؟ عايزه مشاعري؟ عايزاني انا شخصيا؟ وهي بتقول له لا انا مش عايزه حاجات من دي، كل اللي انت لازم تعمله انك تتجوزني وانا اساعدك من انك تتخلص من ضغط امك ده، وانت هتساعدني في استعاده سيطرتي على عيله لين. وهو بيقول لها جواز مصلحه يعني، وانا ليه اثق فيكي؟ وهي بتقول انا قبلت المهر بالفعل، هو انت تعتقد ان انا هساعد ليه سولين في اني اذيك يعني؟ وهي بتقول في بالها زمان انا كنت غبية جدا وحبيته وساعدته في ايذاء شركته، ولكن انا مش هكرر ده مرة تانية. ولكن السيد فو مش بيقتنع وبيكون متضايق وبيقول لها ده هاري على فكرة انا هاجي بكرة انا وامي علشان نلغي الخطوبة دي. وساعتها بيركب عربيته وبيمشي وهي بتقول انا هخليك توافق، وبتقول كده بكل ثقة من البنات ومكروهم دول. وبعد كده بيعدي الوقت وبنشوفهم وهما الاتنين سوا، وبنشوف الام بتقول يا شاو انتوا جيتوا؟ وام السيد فو بيقول انا هطلب من المطبخ اللي هم يعملوا شويه اطباق شهيه انت بتحبيها وهناكل العشاء في البيت النهارده. وساعتها فو بيهمس لها في ودنها وبيقول يا ليل روان ما تنسيش اللي انا قلته ليكي. وهي بتقول له لا انا مش هعمل كده.
وبتقول كده طبعا بصوت واطي، وهو طبعا بيتضايق بيقول لها استني، ولكن هي بتمشي مع الام وبيقول البنت اللئيمه دي بتتجرأ اللي هي تخدعني، انا مش هستسلم، انا ههرب، خلينا نشوف بقى تتجوز ازاي من غير عريس. وساعتها هو بيتكلم في التليفون وبيقول خلينا نلتقي في بار ميوز النهارده ونشرب لحد لما نسمل على حسابي. وفي الوقت نفسه بنشوف بطلتنا وهي قاعده مع ام السيد فو وبتقعد تحكي لها على حياتها، وبتقول ان امها كانت صحتها وحشه، وبعد ما عرفت بخيانه ابويا ساءت حالتها اكتر، وانها اتربت عند جدها، وفي اليوم اللي التقت فيه زي شيان هو انقذها وقصدها هنا على السيد فو. وساعتها هو بيعطس وكأن حد بيتكلم عليه وكده، والام طبعا بيصعب عليها وبتقول لها ايه القدر ده، انت شكلك كده انت وفو شكل كده مقدر ليكم اللي انتوا تكونوا سوا، ما تقلقيش يا بنتي انت هتكوني جزء من عيلتنا، واي شخص يزعجك هيكون عدونا. وساعتها بطلتنا بتقول لها شكرا ليك يا عمتي، انا وافقت على الجواز ده علشان انتقم من مرات ابويا، ولكن انا عارفه ان زي شيان مش عايز يتجوزني بسرعه، وانا فاهمه ده وانا مش عايز اجبره، ولكن وهي لسه بتقول ولكن الام بتكلمها وبتمسك ايديها وتقول لها يا بنتي انت بتقولي ايه، هو بس عنيد شويه ما تقلقيش انا عندي خطه. وهي بتتصل بيه وبتقول له يا شاولي هو فين السيد الشاب، وساعتها هو طبعا بيكون ماشي وبنشوفه هو قاعد في الحانه وعمال بيسكر، وحد بيقول له يا سيد فو اجمالي المبلغ المستحق 237,000 يوان، وهو بيقول له ادفع لي يا عم بالبطاقه، وساعتها هو بيكمل الدفع عادي، ولكن البنت لما بتيجي تدفع بالبطاقه بتقول له يا سيد فو البطاقه دي مجمده وانت ممكن تستخدم بطاقه تانية، وهو بيقول لها ايه شوفوا كده البطاقه دي، وساعتها بيقول في باله يا ترى ممكن تكون امي وقفت بطاقاتي كلها، والست بتقول لها مش شغاله برضه، يا ترى نتصل بالبيت، والناس بيقولوا يا سيد فو ايه الموضوع، يا ترى قطعت عيلتك امداداتك الماليه ولا ايه، وانت بتقول ايه ده انت دعيتنا لينا واحنا كلنا لازم ندفع من جيوبنا. والسيد فو بيكون متضايق وبيقول انت ازاي تتكلم كده، مش انا كنت كويس معاك، كل الفلوس اللي انا انفقتها على الفتيات كانت من جيبي انا، وقصده هنا طبعا على اصحابه اللي دايما كان بيعزمهم وهم بيخرجوا على حسابه. بعد كده بتيجي بطلتنا وبتقول انا خدت البطاقه دي بالخطا لما خرجت من ايام قليله وهي كانت عجباني علشان كده حطيتها في الحقيبه، وانا استخدمت البطاقه الاضافيه دي وانا ما قدرتش في اني اتحكم في نفسي واتجوزت المبلغ المسموح بيه ونسيت اللي انا اقول لك النهارده. وهي بتقول لهم مساء الخير يا شباب انا لين روان انا خطيبه فوزي، وساعتها كلهم بيستغربوا وهي بتقول يا زي شيان امي مستنيانا علشان ناكل العشاء مع بعض يلا بينا نروح، وساعتها بيقول لها ماشي، ما هو بيروح على البيت فعلا وبيقولوا افتحوا البوابه دي انا رجعت للبيت يا ترى في حد، وقبل ما يخش البيت بيتبعت له رساله على الموبايل بيكون مكتوب فيها يا سيدي انذار احمر، امك غضبانه جدا المره دي وقالت اللي انت لو ما اتجوزتش فهي مش هتسيبك تخش البيت وهتسيبك لمصيرك بقى، وهو بيقول يا للروان وهو بيكون غضبان منها جدا، وبنشوفها وهي واقفه قدام البوابه وبتقول له مالك يا سيد فو هو انت ليه مستدعيني في نصاص الليالي كده، ما هو بيكون جايب لها عقد جواز بيقول لها ده عقد جواز بص كده لو كان في اي غلط ولو كان في كل حاجه كويسه فالله وقعيه، وهي بتقول له ايه هو ايه اللي عملته امي علشان تخليك تستسلم كده بسرعه، وهو بيقول لها انا ما اعتقدش ان انت مش عارفه يعني، بس انا ما اعرفش انت ازاي اقنعت امي انك توقفي بطاقاتي وتمنعيني ان ارجع البيت كمان، وهي بتقول له يا فوزي يا ترى انا محتاجه فعلا ان اتجوز منك بالطريقه المستميته دي، انا مش هخفي عنك الحقيقه في البدايه انا كنت هستخدم نفوذ عيله يانج علشان تساعدني ولكن انت اتدخلت، وسيبك من كل ده كان المفترض اللي انت تعوضني، وحتى لو انا كنت عايز استفيد من نفوذ عيلتك هيكون من الافضل ليا ان اتقرب من السيده فو وابقى بنت ليها مش كده، ده هيكون اكتر فايده من الجواز منك، فانا هحتاج منك ايه، انا محتاجه انك تكون كسول، انا عايزاك انك تكون غير اخلاقي، انا عايزاك تكون متقلب المزاج، وهو بيقول لها كفايه اشجار يا ست انت، وهي بتقول له يا فوزي انت شفت بنفسك الليله اللي فاتت انا شفت ايه هي طبيعتك وايه هي اصدقائك، امك فعلا بذلت جهد كبير جدا علشان تحافظ على عيله فو كل السنوات دي، وانت تعتقد ان مجلس الاداره اللي متكون من مجموعه من الاغبياء ده هيقدروا يساعدوك على الاقل، فانت مش لازم تزود مشاكل لامك، اكبر شويه يا سيدي، وساعتها هي بتقرا عقد الجواز اللي بيكون مكون لمده 2 وهي بتقول ايه ده لمده 2 لو انت كنت عايز فانا اساعدك في انك تقاسم العبء بتاع امك ده، ولكن انا فعلا نفسي ان انت توفي بوعدك
وتساعدني في ان استعيد سيطرتي على عيلة لين. انا مش هقدر اسمح لامي بان هي تفقد كل اللي انا بنيته بايديها. وهو بيقول لها تعاون سعيدة سيدتي. وساعتها الموبايل بتاعه بيرن وهي بتتكلم في التليفون وبتقول يا شاو وانت هتيجي حفلة عيد ميلاد السيدة يان بكرة؟ انا عارفة ان انت مش بتحب النوع ده من المناسبات. والبنت بتقول انا هحضر. ليه مش هحضر يعني؟ وساعتها بتقول لها ايه ولكن مش انت قلت انك مش بتحب تشاركي في المناسبات دي قبل كده؟ وبتقول لها انا هحضر ومش كده وبس، ده انا هحضر بشكل لافت للنظر كمان. وبعد كده بنيجي لليوم التالي في حفل العشاء الخيرية وبنشوف الاكس بتاع بطلتنا هي واختها وهي بتقول له يا سويلين انت لازم توقف، هيحصل ايه لو حد شافنا؟ وهو بيقول لها ما تقلقيش انا هعتني بيكي كويس جدا لما نرجع. وساعتها بطلتنا بتخش الحفلة ومع صاحبتها طيب بتشوفها وبتقول ايه انت ازاي جيت لهنا؟ وهي بتقول لها لو انا ما كنتش جيت ما كنتش هشوف المشهد المثير ده، مش كده برضه؟ وهي بتقول لها لا يا اختي انت غلطانة، بما انك ما كنتيش عايزة تحضري في المناسبات دي فانا اضطريت ان اجي هنا مع سويلين وهو اثنى عليا. واختها بتقول في بالها اختي الغبيه ما تعرفش اللي فيه بينا علاقه، وكان هو بيمدحني وكان بيقول لي ان انا احسن منك كزوجه. وساعتها بطلتنا بتديها بالقلم على وشها وبتقول لها وانت قصدك ان انا ضيقه الافق يعني؟ وساعتها بتستغرب اللي هي اديتها بالقلم. لا يا اختي انا ما اقصدش ده. واختها بتقول لها اللي انت ما حصلتش عليه في البيت مش هتحصل عليه بره البيت برضه. وهي بتقول لها انا ما كنتش اعرف ان انا ممكن اشوف السيده لين وهي واقفه على رجلها اخيرا. الخادمه هي اللي بتقول كده. وسوي لين بيقول في باله ست حقيره وبيفتكر المشهد اللي هي ضربته فيه وبيقول انا هاخد منك مليارات الدولارات بعد ما عملت فيا كده. وساعتها هو بيسيب ايد اختها وبيروح لبطلتنا وبيقول لها تشو انا لو كنت عارف انك تحضري كنت هطلب منك انك تكوني رفقت في الحفله. ولكن بطلتنا بتقول له يا ترى نسي السيد ليه اللي قالهولي لما هم اجبروني ان اتجوز من السيد مو؟ وهو بيمسك ايديها وبيقول لها تشاو. وهو طبعا بيبالغ في التمثيل وبيقول لها انت عارفه ان الوضع بتاع عيلتي وكمان السيد مو بيتمتع بسلطه كبيره، ازاي بس هقدر اقاومه؟ وكمان انا اتألمت كتير جدا. وساعتها هو بياخدها في حضنه وبيقول ولكن لما انا شفتك بتهربي من الجواز من السيد مو انا ادركت مدى حبك ليا يا تشوتشو، احنا مش هنفترق مره تانية، هو انت موافقه؟ وساعتها هي بتقول في بالها يا ابن يا ترى انا شفت فيك ايه في السابق علشان احبك؟ ده انا كنت مغفله تماما. وهي بتزقه وبتقول له اوعى يا عم انت سيبني، وهو مش بيرضى يسيبها. وساعتها صاحبتها كانت عايزه تتدخل ولكن الاخت بتمنعها بتقول لها جين جين اختي وسويلين بيرجعوا لبعضهم، مش من السيء منك اللي انت تعترض ده. والاخت الحيزبونه بتقول وانت بتحاول تنزع الراجل من اختي. وساعتها بيجي السيد فوق وبيسحبها منه بالقوه وبيقول له توقف انك تلمس خطيبه شخص تاني، ده فعلا مقزز جدا. وساعتها الراجل بيقول له ايه انا فعلا بتساءل ازاي ممكن يكون السيد فوق انضف مني كده، وهو بينتقل بين النساء. ولكن فوق بيغيظه وبيقول له دي ليا دلوقتي. وساعتها هو بيتضايق وهي بتمشي معاه بكل انبساط وهو بيقول في باله انا هخليك تدفع تمن اللي عملته ده. وساعتها بنشوف الست اللي على المسرح وبتقول القطعه الاخيره والاهم في المزاد، ده خاتم من الماس الاصفر اللي كانت عايزاه السيده ايري في القرن ال14، وده سعره الابتدائي 5 ملايين والزياده هتكون بمليون مره واحده. وساعتها سويلين بيعرض 5 ملايين وبيقول لبطلتنا يا تشوتشو انا فاكر اللي انت حبيت الخاتم ده كتير جدا زمان، انا هشتريه ليك المره دي. وساعتها بنشوف السيد فو بيزود لحد 10 ملايين وسويلين بيزود ب12 وفو بيزود 15 والتاني ب18 والتاني 20 والمنافسة بتزيد. والراجل بيقول للسيد فو بيعرض 20 مليون، يا ترى في أي زيادة تانية؟ وسويلين ساعتها بينسحب ولكن بطلتنا بتزود ب25 مليون ولكن السيد فو بيزود تاني وبيخليها 30 مليون. ولما هي كانت هترفع ايديها هو بينزلها لها. وجين جين بتقول ايه يا جدعان هو اللي بيحصل؟ السيد فو غني فعلا. وسوي بيقول في باله ده مجرد مستهتر من غير عقل. وبعد كده الراجل بيسد على 30 مليون وفعلا بيتم بيعها. والسيد فو بيقول انا سمعت السيد ليه بيقول اللي هو هيقدم الهدية دي لروان شو، وانا كنت عايز ازود السعر شوية علشان اظهر مدى اخلاص السيد ليه مش كده؟ ولكن انا ما توقعتش ان حب السيد ليه ملوش اي قيمة كده. وساعتها
بياخد الخاتم وبيلبسه لبطلتنا وبيقول طالما ان روان شو بتحبه فأي سعر يستحقه. وساعتها جين صاحبتها بتقول الزوجين دول ألطف زوجين فعلا. وساعتها بيكون السيد يانج موجود وبيشوف اللي بيحصل، وفي حد بيقول البنت الصغيرة من عيلة لين دي ماهرة جدا، دي قادرة تخلي راجلين يتنافسوا علشانها. يا شاويو احنا لازم نبعد عنها. وهو بيقول في باله لين روان انت فعلا زي الشخص ده، وهو شكله كده بيتضايق منها. وبعد كده بنروح للبيت وبنشوف السيد فوق وهو راكب معاه ووصلها لحد هناك وبيقول لها احنا وصلنا، وهي بتقول له ماشي. وبعد كده هي بتدي له كريدت كارد وبتقول له انا مش عايزه ان السيد فوق يدفع ثمن خاتم النهارده، في فلوس في البطاقه. وهو بيقول لها يا سيده لين هو انت بتعملي ايه؟ هو انت غير راضيه عن اداء النهارده؟ وهي بتقول له اسكت، لو انتشرت كلمات السيد فو هنا هيعتقد الناس التانية انك راجل اللي انا اجرته بالفلوس. ولكن هو بيمسك ايديها وبيقول لها يعني السيدة لين راضية عن ادائي في الحفلة؟ وبتقول له انت فعلا طفولي جدا، وبتسيبه وبتنزل. وبيقول الوقت بقى متأخر، انا لازم اروح انام انا كمان. وبتقول في بالها وهي مبسوطة انا ما كنتش اتوقع ان يكون عند السيد فو جانب طفولي كده. وهي بتديله البطاقة وبتقول له انا حبيت ده جدا، شكرا على مساعدتي، انت ممكن تاخد البطاقة دلوقتي. وهو بيقول في باله دي مختلفة تماما عن كل البنات الأثرياء التانيين، ده اللي أنا قابلتهم قبل كده. ولكن هو مش بياخد البطاقة منها وبيقول لها مفيش داعي، اعتبريها هدية خطبتي ليكي. بيهديها ب30 مليون. وبعد كده بنروح لليوم التاني وبنشوف جين وهي بتتصل عليها وبطلتنا بترد عليها وبتقول لها تشو بص كده للأخبار، فوزي شين وليسيو ظهروا في الترند. بطلتنا بتقول ايه يا جين انت بتقولي ايه؟ هو ايه الهري اللي انت بتقوليه ده؟ هو ليسياو ده هو ده من عيلتي اصلا، انا ليه ابص عليه؟ وهي بتقول لها يعني انت كده بتقولي ان السيد فوق هو اللي من عيلتك؟ وبتقول لها جين مالك في ايه؟ وبتقول لها انا بس كنت بتسأل دايما ازاي اختلطت بشخص مستهتر زي السيد فوق، ودلوقتي فهمت ان انت عندك نظرة ثاقبة، ولكن على كل حال بص للاخبار وانت هتفهمي. وبعد كده هي بتقرا الخبر وبيكون الخبر اليومي ان السيد مو اكبر مهرج، وده بعد ما هربت الآنسة لين من الجواز وأنفق ورثت عيلتين كبار جدا، هم عيلة فو وعيلة ليه، مبالغ كتير جدا علشان ابتسامة واحدة بس. وبطلتنا بتقول أنا شكلي كده أغضبت السيد مو دلوقتي. وساعتها سوي لين بيقول هو إيه اللي حصل ده لما أنا أحصل على ثروة عيلة لين بالإضافة لثروة عيلة ليه؟ فيا ترى أخاف منك يا فوزي شيان؟ أنا هرد لك كل الإهانات اللي أنا اتلقيتها النهاردة بشكل مضاعف. وبيكلم واحد في التليفون وبيقول له يا لين روي هو إيه الأخبار دي؟ يا ترى عيلتكم عيلة لين عايزة اللي هي تخجلني؟ وبنشوف الأب وهو بيقول أنا فشلت في تربية بنتي. السيد مو أرجوك هد أعصابك شوية، هد غضبك، أنا هخلي روان تيجي لك وهي بتعتذر بشكل شخصي. والسيد مو ده هو الراجل اللي كان هيتجوزها أصلا. وهو بيقول له إيه هتخليها تعتذر لي؟ إزاي هتعمل كده؟ لين روينيان ما تنساش إن عيلتك لين لسه مديونة ليا بحفل زفاف، وأنا سمعت إن سلسلة تمويل شركة لين مش قوية جدا مؤخرا، علشان كده لو أنا كنت عايز أعمل حاجة فأنا ممكن أعملها. وهو بيقول له ما تقلقش إحنا هنعيد تنظيم حفل الزفاف بكل تأكيد. أنا فعلا بتساءل إذا كان السيد مو متاح النهارده، أنا هاجي مع روان شو علشان نعتذر ليك، وبعد كده هنتناقش تفاصيل حفل الزفاف. وبعد كده هو بيندع على الخادم بسرعة وبيقول له احجزوا هاتف الآنسة، وابتداء من النهارده مش هيسمح لها لا تغادر الغرفة من غير أي أمر مني. وبقول له حاضر يا سيدي. وبعد كده بنروح لأوضة بنتنا وبنشوف اللي فيه حارس واقف عليها من بره، وبتيجي جين وهو بيقول لها أنا آسف يا أنسة ليه، بنتنا الكبيرة حاسة بتوعك وهي مش هتقدر تستقبل الضيوف، أرجوكي امشي. وبتقول إيه هو إيه اللي حصل لها؟ هي كانت بصحة كويسة لما اتصلت بيها النهارده الصبح. وهو بيقول لها أرجوكي امشي يا أنسة ليه، الآنسة مش هتقدر تشوفك. وساعتها بتستغرب شوية وبتقول في بالها ده مش صحيح، بما إن شياو بتحبني كتير جدا فحتى لو كانت مريضة فهي مش هترفض اللي هي تشوفني، أكيد في حاجة غلط. وهي بتفكر في فكرة وبتركب عربيتها وبتمشي على طول. وبعد كده بنروح للسيد فو اللي بيكون في غرفة البلياردو، وجين بتروح له وبتقول له أرجوك يا سيد فو انقذ شياو تم حبسها في البيت وأنا مش قادرة أتصل بيها، وبعتقد إن عمها عايز يجوزها بالإجبار من السيد مو. وهو بيكون مستغرب جدا وبيقول لها بقدراتها دي يا ترى ممكن لين روي اللي هو يحبسها؟ دي هربت من حفل الجواز قبل كده وممكن تهرب تاني. وهو بيقول في باله أنا فعلا اديتها قبلتي
الاولى. وساعتها السيده جين بتقول له انا قلت لها قبل كده ان انت راجل سيء، ولكن شاو شياو كانت بتنكر ده، دي فعلا عاميه جدا. وساعتها بترمي العصا من ايده وبتطلع تمشي وهي غضبانه جدا، وطبعا كل ده لان السيد فو مش عايز يساعدها باي حاجه. والخادم بيقول يا سيد فو واحنا هنكمل لعب؟ هو بيقول لا، احنا لو فضلنا كده فانا هفقد مراتي، استمروا وانا هدفع الثمن. وساعتها هو بيمشي وبنشوف بطلتنا يا عيني اللي هي بتكون قاعده ومحبوسه، ولكن هي بتكون ربطت الملايات في بعضيها علشان تنزل من الشباك، وفعلا بتعمل كده وراحت عند البوابه خلاص. ولكن حد بيشوفها وبيقول لها يا نسا انت رايحه على فين؟ والخدم بيجروا يلحقوها، وبتشوف حواليها جردات كتير جدا. بتقول ايه العم لين؟ انا بس كنت هخرج علشان اتنفس شويه. هو بيقول لها الجدة بتطلب منك الحضور. وساعتها هي بترمي ورقة عند الباب، وبعد كده بنشوفها وهم قاعدين مع العيلة والعيلة كلها متجمعة، ده حتى الجدة بتكون موجودة، والأخت طبعا الدنيئة دي لازقة فيها علشان تاخد حبها. والأم بتقول أنا قصدي هنا الأم الحيزبونة، بتقول إن عيلة مو غنية جدا وقوية، والجواز منها مش وحش خالص بالنسبة لشاو ياو، ولكن دي متهورة جدا. وبنشوف البنت التانية أختها دي بتقول أختي بقت متمردة كده، وإحنا ليه لازم نعاني العيلة كلها بسببها؟ وساعتها بطلتنا بتقول دي أسرة سعيدة جدا، علشان كده أنا لازم أمشي. ولكن الجدة بتقول لها استني، وانا قلت اللي انت تمشي؟ انت فعلا بنت مدللة، هو انت ما اتعلمتيش حاجة من امك ولا ايه؟ وبطلتنا بتقول ايوه ام من عينة نبيلة، وهي مش بتهتم باي حاجة على عكس جدتي اللي ما شافتش العالم كتير جدا من صغرها، ومجرد ما حصلت على شوية من السلطة بدأت تتصرف بشكل متسلط. وساعتها هي بترمي عليها فنجان الشاي، انا قصدي هنا على الجدة طبعا. وساعتها بطلتنا طبعا بتتضايق، ولكن بتعمل نفسها باردة وبتقول لها يا ترى نسيت جدتي اللي كل اللي بتاكله وبتشربه وعايشه فيه هو من جدي اصلا؟ وقصدها هنا على جدها اللي هو ابو امها. وبطلتنا بتقول وريث جدي هو انا لين روان، وزي ما هو مكتوب بوضوح كده في وصيته. وساعتها الجده بتتضايق جدا، وساعتها الاب بيروح علشان يضربها وبيقول لها انت بنت عاقه، انت ازاي تتجرأي وتتكلمي مع جدتك كده؟ وبطلتنا بتقول له اضربني، لو انت ضربتني انا ابلغ مجلس الاداره بكره عنك بانك ضربت الوريثه الشرعيه لشركه لين. والجده بتقول لها كفايه، ابوكي بيدير الشركه نيابه عنك، وده بناء على الوصيه بتاعت جدك، وانت ليه بتعتقد ان جدك هو بس اللي بيدعمك؟ ولكن علشان مستقبل عيله لين وعلشان العيله كلها لازم اللي انت تتجوزي من عيله مو، وانت لازم تحضر العشاء النهارده. وساعتها بطلتنا بتقول انتوا فعلا وقحين جدا. وبعد كده بنروح لغرفة فندق روي، وبنشوف السيد مو وهو قاعد حوالين العيلة وبيقول مع الكلام ده من السيدة لين أنا بقيت مطمئن. والجدة بتقول يا سيد مو بالتأكيد ارتكبت عيلة لين غلط المرة دي، وإحنا هنقدم لك حفل زفاف مثالي. ساعتها بيمسك إيد بطلتنا وبيقول لها شياو ما تقلقيش، لما أنت تتجوزيني أنا هعتني بيكي كويس جدا. وساعتها هي بتخاف جدا، وهو بيكون بيحاول يأكلها حاجة في بقها وبيقول لها يا عاهرة أنا اديتك كتير جدا من الأدوية وانت ليه لسه مش حامل؟ وده يا شباب بالمناسبة بيبقى فلاش باك، وهو كان بيعذبها، كان بيربطها في سلاسل وبيقول لها انت عايزة تاكلي وتشربي؟ خلاص اخدميني كويس والاكل والشرب ده هيبقى ليكي. وهو طبعا بيعملها معاملة زبالة، ولكن فجأة في حد بينادى عليها وبيقول لها شياو شياو، واللي بيتكلم ده هو السيد فو. وهي بتبص له بتقول له ايه هو انت ايه اللي جابك هنا؟ وهو بيمسكها من ايديها وبيشدها بالاجبار وبيخليها تيجي معاه بالعافيه، وده قدام العيله كلها. والجده بتتضايق وبتقول له ايه ده؟ هو ابن عيلة فو ده مش بيحترم عيلة لين خالص. وساعتها هو بيبص لها وبيمشي، وبيجي واحد وبيقول بصوا كده كويس، ده عقد الغاء الجواز، ده اللي وقع عليه السيد موتشين بخط ايده وختمه، مين بس اللي اعترض وهيكون عدو لعيلة فو؟ وبعد كده بيخرجوا هما الاتنين لبره، وبطلنا بيشوف بطلتنا وهي خايفة جدا، وهو بيقول في باله للروان شيو ايه اللي حصل لك؟ انت ليه شكلك يائسة كده وخايفة؟ وبنشوفه هو بيحاول يطمنها وبيحط ايده على دماغها وبيقول لها يا لين روان شو هو هيحصل ايه لو احنا اتجوزنا؟ ده مش هيزعجك صح؟
ومفيش اي حد هيزعجك تاني. وهي بتقول له انا برفض. وبنشوف السيد فو بيقول ايه انت مش فاهمه، انا مش متلهف للجواز بيكي، انا بعمل كده علشانك. وهي بتقول له انا عارفه انك بتعمل كده علشاني، ولكن يا فو انا فعلا ممتنه ليك جدا، ولكن انا عندي اسبابي الخاصه. وساعتها بيوصل واحد بيقول يا شاو، وده سويلين اعتقد. وبطلتنا بتقول هو ايه اللي جابه في الوقت ده، ولكن دي فعلا افضل فرصه. وهي بتقول للسيد فو امشي توقف عن مضايقتي. وساعتها هو بيستغرب جدا وبيلاقي لين روان هو انت عارفه انت بتقولي ايه؟ لولايا انا اللي انقذتك دلوقتي، انت كنت هتكوني. وساعتها هي بتقطع كلامه وبتقول له وانت عايز تربط ايدي؟ وهي بتجري على سويلين وبتعمل نفسها اللي هي زعلانه جدا، وده بسبب السيد فو. وبتقول له يا سويلين اخيرا انت جيت. وساعتها السيد فو مش بيبقى فاهم اي حاجه، ويقول في باله ايه يا ترى ده معناه ان الشاو لسه عندها شويه مشاعر تجاهي. وبعدها هو بيرجع فلاش باك وبيشوف الرساله اللي جات له من اختها الحيزبونه، وهي كانت كاتباله يا اخويا سويلين جدتي راحت مع اختي علشان تعتذر لعيله مو، وقالت اللي هي هتعمل حفل زفاف مره تانية، واحنا نقدر ننفذ خطتنا علشان نستولى على ممتلكات عيله لين بسلاسه. وهو بيقول في باله بدل ما نتقاسم ممتلكات عيله لين مع لين جياو، من الافضل اللي احنا نتقرب من لين روان ونستولى على ممتلكات عيلتين لين وكمان مو. وشكله كده بيكون خبيث لدرجه اللي هو عايز ياخد كل حاجه لوحده. وهو بيقول يا شاو انا اتاخرت، انا اسف، يا ترى ممكن تسامحيني؟ وهي بتعمل نفسها بتقول ولكن السيد فو بيبقى مستغرب بيقول ايه في النهايه انا المغفل، انا اللي تم خداعه مش كده؟ وهو بيقول لهم افتكروا كل اللي عملتوه النهارده. وساعتها هو بيمشي وبتقول في بالها انا لازم الاقي فرصه علشان اشرح له اللي بيحصل. وسويلين بيقول لها يا شاو هو انت وفوزي؟ وهي بتقول له يا سويلين في اليوم ده هو طاردني حراس السيد مو، ولما هربت من الجواز في عجله انا استخدمت هويه السيد فو علشان اهرب، ولكن انا ما كنتش اتوقع اللي هو هيجي كده. وهو بيقول لها ايه يعني انا لما لقيته بينفق كتير كده من الفلوس علشانك انا كنت فاكركم اللي انتوا الاتنين سوا. وهي بتقول له ايه انت بتقول ايه؟ ده كله من طرف واحد منه، انت الوحيد اللي في قلبي. وهي قال ايه يعني عامله نفسها بتحضنه. وهو بيقول لها يا شاو انا هكون واقف ليكي وهزور عيلتك قريب جدا علشان اخطبك، وانا مش هسيب ايدك مره تانية. وهي بتعمل نفسها مبسوطه وهو بيقول في باله وليا غبيه، استمر في انك تكوني كده دميه ليا بالطريقه دي. وهي بتقول في بالها يا حسالة انا خليك تتعرض للعار المره دي. وبعد كده بنشوف السيد فوق وهو عمال يذكر كالعاده وبيقول دي طلعت مجرد محتاله وانا علشانها انا. وبعد كده بيجي واحد بيكون رابط السيد مو وبيقول له انا بنصحك انك توقع ده بسرعه، والا لما يتدخل الشخص ده فانت مش هتخسر ساق واحده بس. وهو بيقول ايه ده مجرد شاب سارب ودلل، كفايه تخوفني. يعني السيد فو بتاعكوا ده قلقان جدا بشأن البنت دي، وده بيخليني مهتم اكتر بيها. والجسم المليان منحنيات ده وهو لسه بيتكلم بيلاقي السيد ممكن هيروح يضربه، بيقوله انت بتدور على موتك. وفجأة بنشوف ايد عامله زي ايد الذئب، والايد دي بتجرحه في صدره. وساعتها مو اللي هو مخطوف ده بيقول ايه هو انت طلعت مستذئب؟ والراجل التاني بيقول له وقع والا هتكون رقبتك يا الهدف اللي جاي. وساعتها هو بيقول دي وقعت معاه العقد بالفعل. والراجل بيقول له مالك يا عم في ايه؟ يا ترى ايه نوع النساء اللي انت مش بتمتلكه اصلا؟ وساعتها هو بيدخل له بنات كتير جدا وبيقول لهم رافقوا السيد فو علشان يشرب وينسى همومه. وبعد كده هي بتتصل بيه بالتليفون وهو بيقول لها انت ليه بتتصل بيا؟ يلا روحي لسويلين. وهي بتقول له انت بتغير؟ وهو بيقول لها اغير من ايه يعني؟ انت بتهزري؟ هو انا السيد فو هينقصني حاجه؟ ده انا عندي بنات بعدد شعر راسك. وهي بتقول له تعالى انا عايزه اقابلك دلوقتي، انا في حاجه عايزه اقولها لك. ولكن هي بتسمع صوت البنات جنبه وهي بتقول له ايه هو ايه اللي بيحصل؟ هو انت مش خاب الامراض يا عم انت؟ وده لان حواليه بنات كتير، ولكن هي بتقفل السكه في وشه. وهو بيقول لصاحبه ايه ده يا عم ده قفلت السكه في وشي. وبيقول له مالك يا عم هو السيد فوق قرب يقع في الحب ولا ايه؟ والتاني بيقول له ايه الهري اللي انت بتقوله ده؟
ايه نوع النساء اصلا اللي انا ما اقدرش احصل عليه؟ ده انا فوزي شيان. وهو بيقول له بطل تتظاهر بقى، بيقولوا الناس من بره بس كده انك يا سيد فو متحرر ومستهتر، ولكن انا بس اللي عارفك، انت ما قربتش من اي واحده لحد دلوقتي. وبعد كده هي بتيجي وبتشوفه وهو قاعد حوالين نسوان وبتقول له يا فوزي خرج الكل يلا، وساعتها كلهم بيمشوا وهي بتقعد معاه لوحدهم وبتقول له يا فوزي انت لازم تكمح جماحك ده شويه، انت مش خايف من الامراض؟ وهو بيقول لها انت بتغاري. وساعتها هو هنا بيردها لها وبيقول لها ايه رايك نجرب ونشوف لو انا كنت مريض ولا لا؟ وهي بتبعده بتقول له انت ما عندكش اي حياء، على فكره انا هنا علشان اقول لك حاجه مهمه. هو بيقول لها انت عايزه مني ايه؟ مش انا مجرد درع علشان تتخلصي من الخطوبه؟ وليه سويلين هو حبك الحقيقي؟ وهي بتقول له انا ما كانش عندي الوقت الكافي علشان اشرح لك الموضوع في الوقت ده، وفي الواقع انا عايزه اتظاهر بالخطوبه من ليه سولين وبعد كده اخليه يفشل في حفل الزفاف. وبعد كده بنشوف ان السيد شين اللي هو زميل بطلنا يعني وهو قاعد معاهم، وهي بتقول السيد شين معروف ببراعته وانا محتاجه مساعدته في الخطه دي. وهو بيقول لها مش مشكله، لو كان زي شيان بيطلب مني المساعده فانا اكيد اساعده. والسيد فو بيقول لها السيده لين هو انت ليه بتعتقد ان احنا لازم نساعدك بعد اللي انت عملتيه فيا؟ وهي بتقول له طب ايه رايك في ده؟ ما تنساش يا سيد فو اللي احنا وقعنا عقد. والسيد شين اول لما بيشوف كده بيكون مبسوط جدا، وده لان هم قريبين من بعض. وهو بيقول لها انت فعلا لازم تقف الاول. وساعتها هي بتوقف اللي بتعمله وبتقعد جنبه عادي، وهي بتقول له انا عندي خطه وخطتي هي. وبعد كده بنروح للسيد مو اللي بيكون شكله غاضب جدا وعلى اخره، وبيقول مش السيد فو ده بيعتمد بس على اموال عيلته القذره، ده بيتجرأ اللي هو يهني علنا كده ويهددني. والخادم بتاعه بيقول له ما تتجادلش مع الطفل اللي زيه ده. والسيد مو بيقول انا سمعت ان منظمه الصيادين بدأت في التحرك مرة تانية. وهو بيقول له أيوة دول اكتشفوا مؤخرا حوادث هجوم الذئاب على البشر. وساعتها السيد مو بيقول له مش ده برضو دليل؟ ده جاهز جدا للقضية، روح وقول لمنظمة الصيادين بإن عيلة فو اختطفتني مؤخرا والجروح اللي على جسمي دي شبه جروح الذئاب. والتاني بيقول له حاضر يا سيدي. وبعد كده بنروح لبطلتنا اللي بتكون عماله تشرب مع السيد فو وبتقول السيد شين ايه يا ترى هيكون في اي مشكله؟ انا شفت قدرات عيله شين في تصوير الفيديو بتاع الخيانه وزوجين متورطين فيه في علاقه غراميه، المفروض يكون الموضوع سهل بالنسبه لك مش كده؟ وهو بيقول لا مفيش اي مشكله. وساعتها هو بيبص للسيد فو بكل ضحك وبيقول له ما تغضبنيش بعد كده في المستقبل، انا مش عايز اصور اي فيديو خيانه ليك في المره الجايه. وساعتها فو بيتضايق جدا بيقول له عم انا دايما راجل نضيف. وبنتنا بتقول خلاص انا هطلب من السيد شين ان هو يساعدني، وبكره هيجي لوسلين علشان يخطبني، وفي اليوم بتاع الزفاف انا هطلب من السيد فو اللي هو يساعدني ان اكشف الحقيقه بتاعه الراجل الحسالة ده في العلن. يا ترى مفيش مشكله لده؟ انا همشي دلوقتي واسيب لكم الموضوع. وفو بيقول لها ماشي. وبعد كده بنروح لليوم اللي بعده، بنروح لفندق هوانج يو وبنشوف العيله كلها وهي متجمعه مع سوي لين وابوه وامه. والاب بيقول ده فعلا حاجه مؤسفه، كان المفروض ان عيلتنا تكون تلتقي من وقت طويل، لولا بس المشكله الصغيره اللي حصلت في المنتصف كان زماننا شايلين عيالنا دلوقتي. وام سوي لي بتقول له ايوه ده صحيح. وساعتها بطلتنا بتكون مقربه جدا من سوي لي وبتقول له طالما ان سوي لي معايا فما فيش مشكله يعني لو استنينا وقت اطول. وساعتها قال ايه يعني هو بيبصها من راسها، قال ايه يعني بيحبها، والاخت قاعده شايفه كل ده وطبعا متضايقه جدا وغيرانه وبتقول في بالها سويلين كان ليا ازاي دلوقتي بقى كده. وساعتها بنتنا بتقعد تغيظها اكتر وبتقول له يا سويلي كل دي من ايدي. وساعتها هي بتاكله فعلا بايديها، واختها طبعا بتتضايق وبترمي العيدان وبتقول انا هروح للحمام دلوقتي. وساعتها ابوها بيزعق لها وبيقول مالك في يوم خطوبه اختك كده انت ليه بتعملي الوش العابس ده؟ وامها بتقول له جياو مش قادره بس تفرق اختها، قال ايه يعني زعلانه عليها. وساعتها هي بتروح للحمام وبنشوف سويلي بيوقع العصير وقال ايه يعني ما كانش قصده، وبيقول له يا عمي يا عمتي انا اروح للحمام للحظه. وبطلتنا بتقول هو انت محتاج لمساعده؟ وهو بيقول لها لا مفيش اي داعي انا هرجع قريب جدا. ولكن بطلتنا بتبقى عارفه هو ليه عمل كده وبتقول في بالها هو على عجله من امره علشان يروح يطمن على التانيه. وفي نفس الوقت
بنشوفهم هما الاتنين سوا، اخت البطله وسويلي بيقرب منها وبيقول لها جياو جياو، هو انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ هو انت مش عارفه ان كل ده تمثيل واحنا علاقتنا هي اللي حقيقيه؟ وهي بتقول له طب امتى هتتجوز اختي وهتحصل على ممتلكات عيله لين وهنكون مع بعض بشكل علني بقى؟ وهو بيقول لها قريب جدا بعد الجواز انا خلاها تتصاب بمرض شديد جدا وكده انا هكون الوارث الشرعي ساعتها، كده اموالي وكل اللي عندي هيكون ملك ليكي. وهي بتقول انا كنت عارفه ان الشخص الوحيد اللي هيحبني هو سويلين، وساعتها هي بتدي له واحده على الماشي. وبعد 10 دقايق هما الاتنين بيرجعوا سوا، وبطلتنا بتلاحظ اللي في حاجة غريبة وبتقول لاختها هو ايه اللي حصل لك يا اختي الصغيرة؟ يا ترى سخان الحمام شغال كويس ولا ايه؟ ده ممكن يكون شغال بقوة كبيرة، انت ليه وشك احمر كده؟ وهي بتقول ايوه صحيح انا قابلت زوج اختي وهو قال لي نفس الشيء ده. وبطلتنا بتمسك سويلين وبتقول له يا سويلين انا قال للعم دلوقتي ان في مشروع صندوق استثماري مربح جدا وعايز اللي احنا نستثمر فيه عيلتنا فيه مع بعض، هو انت عارف حاجه عن المشروع ده؟ وساعتها هو بيقعد يفكر وهو بيقول المسؤول عن المشروع ده صديق ليا من سنوات كتير، وانا عندي معلومات داخليه مؤكده بان مشروع زي ده بيكون مضمون الربح، وكمان انا عايز اتعاون مع والدك في حاجات زي كده ومشاريع تانية كتير. والاب بيقول ايه انت فعلا سعر جيد. طلتنا بتقول خلاص وانت عايز فلوس قد ايه؟ وكمان انت ناوي تستثمر قد ايه في المشروع ده؟ عيلتنا ليه هتستثمر بنفس القدر زي عيلة ليه. وساعتها هو بيكون مستغرب وبيقول احنا مؤقتا مش هنقدر نوفر تدفق نقدي، علشان كده احنا قدمنا المشروع الكويس ده للعم. وبطلتنا بتقول مش ده معناه ان عيلة ليه مش هتدفع فلس واحد وعيلة لين اللي هتدفع كل حاجة، بس مين بس اللي هيكونوا مستفيدين من المشروع؟ وابو سويلي بيقول احنا كلنا عيله واحده، علشان كده احنا مش هينفع نتكلم وكاننا منفصلين. والام بتقول ده صحيح مش كل الفلوس اللي بيتم كسبها هيكون ليكم انتوا الاتنين، وقصدها هنا على بطلتنا وسويلي. وساعتها بطلتنا بتقول خلاص يا عم خلينا نعمل كده، انا هدي لك عقد قرض عيله لين مستعده اللي هي تقرض عيله لي 3 ملايين علشان تستثمرها في مشروع الصندوق الاستثماري ده، وسعر الفايدة هيكون زي البنك وأرباح المشروع هتكون لعيلة ليه بس. ايه رأيك؟ وساعتها سويلي بيكون مستغرب وبيقول يا شاو انت قصدك ايه؟ عيلة ليه مش لدرجة اللي هي مش هتقدر توفر 3 ملايين يعني؟ وساعتها بطلتنا بتقول لو تم استخدام أموال عيلة ليه للاستثمار فالخسارة هتكون علينا والربح هيكون لينا احنا الاتنين، ولو انتشر ده فده هيأثر على سمعة عيلة ليه. مش كده برضه؟ كل ده علشان انا براعي سمعة عيلة ليه، والا هيقول الناس بره ان عيلة ليه طمعانة في اموال عيلة لين. وساعتها بتمسكه من ايده وابو سويلي بياخد منها الاوراق وبيقول لها لسه تفكير شاو هو الاكثر شمولا. وساعتها هي بتقول في بالها انا في حياتي اللي فاتت انتوا خدعتوا عيلتي ب3 ملايين وده من خلال المشروع اللي اسمه الصندوق الاستثماري، والمرة دي انا مش هسيبكم تاخدوا ولا فلس واحد من عيلتي. وبعد كده ام سويلي بتلاحظ ان في تغيير كبير جدا حصل لبطلتنا، بتقول من امتى البنت دي بقت بالفصاحة دي؟ لما تتجوزي وتيجي لعيلتنا انا هروضك ببطء. وبعد كده سويلي بينده عليها وبتقول له في حاجه ولا ايه؟ وهو بيقول لها لا انا بس مبسوط يا تشاو انت بتهتم بعيلتنا في كل حاجه. وهو بيقول في باله بعد الجواز لما انت تموتي هيبقى كل ممتلكات عيله لين ملكي انا لو سويلين. وبعد كده بيعدي الوقت وهي بتقعد مع ابوها وهي بتقول له يا بابا هو انت هتلومني على اللي انا عملته النهارده مع العم ليه؟ وهو بيقول لها انت بتقولي كده علشان انت بتفكري في مصلحة عيلة ليه، ولكن في الواقع انت قلقانة من ان عيلة ليه ممكن تنكر وعودها لو ما كانش في اي عقد يلزمها، مش كده؟ هو انت كنت فاكرة ان خبرة ابوك في عالم الاعمال طول السنين دي راحت على الفاضي كده؟ وهي بتقول له ايه انا فعلا مش هقدر اخفي حاجة عن الاب. والاب بيقولها ولكن قدرتك على انك تحط مصالح عيلة لين في المقام الاول دي حاجة صحيحة، مهما كانت علاقة عيلة ليه بينا خلال الجواز هم هيفضلوا شايلين لقب ليه. افتكر دايما انك من عيلة لين. وهي بتقول له يا بابا اعتقد اللي انت بتقوله صحيح، احنا لازم نتحد كعيلة واحدة وده علشان نقدر ندير عيلة لين بشكل افضل. وهو بيقول لها زمان انا كنت شايفك ان انت غير ناضجة وكنت دايما بعارض والدتي، ولكن بعد اللي حصل خلال الفترة دي انت فعلا نضجتي وفهمت كتير، بس انت ازاي فهمت الامور فجأة كده؟ وهي بتقول في الواقع انا كنت عارفة ان امي بتحبني ولكن انا كنت برفض الخروج من حزني على وفاتها. وبعد كده هي بتقول له يا بابا عيد ميلاد امي قريب جدا علشان كده خلينا نعمل لها
حفل عشاء كبير، وقصدها هنا طبعا على مرات ابوها، وبتقول له خلينا نخلي الكل يعرف ان امي هي سيدة عيلة لين. وساعتها هو بيكون مبسوط جدا، ولا اشياء طالما ان اتمنيت ان اشوف الانسجام ده في العيلة. وبطلتنا بتقول له ايه رايك تسيب لي اللي انا انظم الحفلة دي؟ اولا انا عايز اكفر عن اخطائي تجاه امي، وثانيا انا عايز ادعو كل العائلات المرموقة علشان امنح امي اقصى درجات الشرف والاحترام. وهو بيقول لها كويس جدا، احنا فعلا لازم نعمل كده. وفي نفس الوقت بنروح لتشين والسيد فو اللي بيقول الشاب الحقير ده، وده كده بيكون تقريبا كده صوروا له الفيديو. وتشين بيقول ده ولا حاجة، لو صارت المواضيع وفقا لخطة لين رو فاللي جاي هيكون اكتر اثارة. هو بيقول اوعى تغضب واحدة ابدا، وبالاخص واحدة عاملة زي ليرون تشاو دي. وبعد كده بيعدي اسبوع وبنيجي لحفلة عيد الميلاد، وبنشوف البنات بيقعدوا يهنوها وبيقولوا لها مبروك ليك يا سيدة لين. بيتقال ان دور زوجة الاب صعب جدا، ولكن شكلك كده اتجوزت كل الصعاب دلوقتي. احنا ما شفناش قبل كده شخص بيعمل حفل عيد ميلاد ضخم كده لزوجة ابوه، ده فعلا بيخليكي تبدي رائعة جدا يا سيدة لين. وبنشوف بطلتنا هي وسوي لي، وبطلتنا بتقول انا كنت غير ناضجة زمان ولكن امي كانت لطيفة معايا دايما. وسوي لي بيقول لها عيد ميلاد سعيد يا عمتي، انا فعلا بتمنى لك صحة وطول العمر. وهي بتقول ايه سوي ولين انتوا فعلا طيبين جدا. ولكن اختها بتقول يا ماما انا بنتك الحقيقية هنا، وهي طبعا بتكون غيرانة وبتقول ايه اشياء كفاية كلام. وساعتها بطلتنا بتقرب لسوي لي وبتقول له كده بص لبقك ده في حاجة سودة عليه، وهي بتحاول تمسحها ولكن هو بيحاول يبوسها، وهي طبعا بتبعد عنه بالطريقه. وهو بيقول لها هو بقى نضيف دلوقتي، وهي بتقول له انت مزعج جدا على فكره، في كتير جدا من الناس هنا. طبعا اختها شايفه كل ده وايه محروقه من جوه، وبتقول في بالها خلينا نشوف لامتى هتفضلي تتباهي. وساعتها السيد بوب بيكون موجود وبيقول انت فعلا جريئه جدا، وشكله كده بيكون غيران هو كمان. وهو بيطلع بره وهي بتطلع له، وساعتها هو بيسيب الكاس بتاعه وبيجري يمسكها وبيقول لها انت بتمثلي دورك بشكل كويس، لولا اني عارف الحقيقه لكنت اعتقدت ان انت بتحب لوسي فعلا. وهي بتقول له هو غار السيد فوق ولا ايه؟ وهو بيقول لها ايه علشانه هو يستحق اصلا. وهي بتقول له ما تقلقش انا عندي حدود، خلينا نشوف ازاي اتصرف السيد فوق الليله. وساعتها هي بتزقه وبتخش وهو بيكون متضايق وبيقول في باله ليه الست دي دايما بتتصرف بشكل غير لايق كده. وبعد كده بنشوف مرات الاب وهي قاعده في وسط الحفله وبتقول انا بشكر الكل وشكرا على كل تهنئاتكم، الوقت ده مش مبكر جدا علشان كده انا مش عايزه اودعكم واحد ورا التاني. وبنتنا بتقوم وبتقول خلينا ننتقل للمكان اللي بعده، وبتقول انا عايزه اروح للبار، انا ما روحتش هناك قبل كده، انا عايزه اشوف هو عامل ازاي. سوي لي بيقول لها اتشاو اللي انت بس هتلاقيه في المكان اللي زي ده. وهي بتقول له ولكن انا عايز اروح، ايه رايك نروح ونشوف الحياه قبل الجواز، ارجوك خدني معاك لهناك. وهو بيقول لها ماشي. وساعتها الاخت بتقول انا عايز اروح انا كمان، وهي بتقول لها خلاص تعالي، كده كده هيكون في كتير من الناس. وبطلتنا بتندى لجين بتقول لها تعالي معانا انت كمان، وهي بتقول لها حاضر. وفعلا بيروحوا كلهم لهناك ونشوف السيد فو قاعد مع السيد شين وهم كلهم عمالين يخلوه يشرب وبيقولوا له يا سيد ليه تعالى نشرب كلنا. طبعا كلهم بيدوا له مشروبات وده علشان يسكر طبعا. وبعد كده بنشوف بطلتنا بتقول لها يا جين يلا اشربي، وهي لما بتشوف بطلتنا بتشرب كتير بتقول لها خلي بالك انت مش هينفع تشربي كتير كده. وهي بتقول لها اصبري شويه انا عايز اشرب كتير النهارده وانا عايز اشرب معاكي. وبعد كده هما بيروحوا للحمام وهي بتقول لها شاو انا قلت لك بالفعل اللي انت ما تشربيش كتير كده. وبطلتنا بتقول لها انا عندي مهمه ليكي، خد لين جياو لبيت لوسيان بعد كده. وهي بتقول لها ايه ليه؟ وبطلتنا بتقول لها ما تساليش، روحي بسرعه المهمه دي محدش هيقدر يعملها غيرك، ارجوكي روحي بحذر. وساعتها هي بتمشي فعلا وبطلتنا بتخرج من الحمام بتلاقي فوف في وشها وبتقول له انت ازاي خرجت وفين لوسياو، هو انت شربته؟ هو بيقول لها ما تقلقيش كل حاجه ماشيه تمام، ودلوقتي السيد شين بيسقي كل حاجه. وفو بيكون قام علشان يطمن عليها وبيقول لها هو انت عامله ايه دلوقتي؟ انت مش قادره تشربي صح؟ هو انت ليه بتعملي كده؟ ليه بتشربي كتير؟ يا ترى الموضوع يستحق كل العناء ده؟ وهي بتقول له ايوه يستحق. ساعتها هي بتقعد تفكر فيه لما كان مع اختها وبتفتكر فلاش باك لما كان سولين ده ماسكها من رقبتها جامد جدا وكانوا بيخنقها وبيقول لها اسالي السيد مو علشان تحصلي منه على فلوس، انت سيدة مو علشان كده مش المفروض اللي تنقذك الفلوس دي. وهي بتقول له بس انا ما عنديش حق. هو بيقول لها مهما عملتي انا عايز 2 مليون والا هنشر
صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بيكي. وبتقول له أرجوك ما تعملش كده. وبنعرف في الآخر اللي هو كان بيهددها برضه بصور. وساعتها بنرجع للواقع، بتقول انا لو ما عملتش كده فانا هموت. والسيد فوق بيقول لها ايه وانت قصدك على تقبيله كمان؟ وهي بتقول له انت بتقول ايه؟ وهو بيقعد يتكلم عنه، وهي بتقول له انت مريض، انت بتقول ايه؟ احنا لازم نرجع للغرفه دلوقتي. ولكن هو بيوقفها وبيديها واحده على الماشي، وهو بيقول لها طب انا ولا هو؟ وساعتها هي بتستغرب جدا، هو بيقول لها مالك؟ وساعتها هي بتترمي في حضنه وبيغمى عليها، وهو بيقول لها ايه ده؟ يعني انت ما كنتيش قادره تشربي وبعد كده شربت كل ده؟ طب انت ليه عملت كده؟ انا لازم اخدك للبيت. وساعتها هو بيشيلها وبيقول لو انت ما رفضتيش فانا هعتبرها موافقه بكل تاكيد. وبعد كده بنروح لفيلا فوق، وهو بيقول لها انت بتعملي ايه؟ انا مش راجل صالح. وساعتها هما الاتنين بيقربوا من بعض وبيحصل اللي يحصل. وبعد كده بنعدي اليوم، بنصحى في اليوم التاني وقت مبكر جدا، بنشوف ان فوق واقف وباصص لها، وبتقول ايه فوق انت عملت فيا ايه؟ وهو بيقول لها انت عايزاني اعمل ايه؟ وهي بتقول له ايه الهري ده؟ وهو بيقول لها ولكن انت شكلك كده وكانك كنت بتطلعي ان اعمل لك حاجه. ولكن هو بيقول لها يا ست انا بهزر معاكي، انت امبارح تقيأت على نفسك وانا ما عنديش رغبه الصراحه. الملابس هنا يلا بدلها بسرعه، انا في حاجه عايزه اقولها لك. وساعتها هي بتبدل ملابسها وبتطلع بره. صحيح يا شباب انا عايز اقول لكم اللي امبارح ما عملوش حاجه، وده لان هي نامت اصلا. وبعد كده هي بتطلع لبره وبتقول له انت بتبص على ايه؟ وهو بيقول من فضلك ببطء يا عم. وهو بيقول لها اتفضلي الفيديو اللي انت طلبتيه، ولكن شكل كده ان سولين غير قادر اللي هو يعمل كده. بطلتنا بتقول لو ما كانش قادر انه يعمل كده فترى انت. وساعتها بتقول انا اكيد قادر، على الاقل افضل بكتير من لوسي. وهي بتقول له شكرا ليك يا سيد فو. وعلشان ما نضيعش وقت في الاحداث فاللي حصل في خلال الشهر اللي قبل الزفاف، اولا السيد شين وقف مع السيد فو وبيقول له بص كده السيدة اهي مع سيولين، دول ظهروا في قائمة الأكثر تداولا وهما بيلتقطوا صور الزفاف. وبعد كده بنروح للسيد فو وأمه وهي عمالة تضربه على دماغه وبتقول له ايه اللي بيحصل؟ ازاي تتجوز واحدة كنت هتتجوزها مع شخص تاني؟ ده تم ارسال الدعوات بالفعل. وهو بيقول لها ماما اطمني لسه مرات ابنك، انت بتضربيني ليه؟ انت هتعرفي كل حاجه في الوقت المناسب. وبعد كده حتى اصحابه لما بيقعد معاهم في الحانه وهم بيقولوا له يا سيد فوق الانسه لين خطيبتك هي اللي بتختار خاتم الجواز مع ليسيو لين. وهو بيقول له اخرس انا مش هينفع اتكلم دلوقتي. وبعد كده هو بيكلمها في التليفون وبيقول لها لين روان ترى عقد الخطوبه اللي انت وقعتيه معاها قبل كده لسه سارق مفعول. وهو بيتصل بيها ويقول لها كده لانه كان سكران اصلا. وهي بتقول له انت بتتصل بيها في نص الليل علشان تقول الموضوع ده؟ وهو بيقول لها ولكن خلال الشهر ده انت ولوسيان كنت عمالين تلتقطوا الصور ببدلات الزفاف وبتختاروا خاتم الجواز كمان وبتبعتوا بطاقات الدعوه. انا افتكرت اللي انت نسيت العقد بتاعنا. وهي بتقعد تضحك وبتقول له ما نسيتش، اطمن طالما انك هتيجي الحفل الزفاف بكره انا اقدم لك مفاجاه بكل تاكيد. وبعد كده بنروح ليوم بتاع الحفل الزفافي وبنشوف بطلتنا وهي واقفه مع ابوها وسويلين وهما الاثنين ماسكين في ايد بعض. والاب بيقول يا سويلين انا سلمتك تشاو شاو. وهو بيقول له يا بابا اطمن انا هكون مخلص لتشاو طول حياتي. وهي بتقول له ده صحيح يا سويلين انت هتكون مخلص ليا فعلا؟ وهو بيقول لها اكيد. ساعتها فوق بيبقى قاعد ومستني العرض المثير. وبعد كده فجأة بتشتغل على الشاشة اللي وراهم العلاقة بتاعته مع اخت بطلتنا، وكمان بيكون صوت وصورة، يعني ناس حتى سامعين هما بيقولوا ايه. والناس بيبدأوا يتكلموا طبعا بيقولوا بصوا كده العريس بيخون العروسة مع اختها الصغيرة. والمشهد ده راجل سيء جدا، ده بيتجوز الاخت الكبيرة وبيخونها مع الاخت الصغيرة، ده بيجمع الست كله لنفسه. وساعتها سويلين بيجري يشد الفيشة بتاعت الشاشة وهو بيقول ده مش صحيح، كل ده سوء فهم، الشخص اللي في الفيديو ده مش انا. ولكن بيجي لهم اشعارات على الموبايل والناس بيقولوا بصوا كده استنى، وهم بيقعدوا يتفرجوا على الفيديو في التليفون. والاخت بتاخد الموبايلات من الناس وبتقول لهم بطلوا تعملوا كده، اديني الهاتف ده. وبقول لها هو انت مريضه؟ هو انت ليه بتاخد الهاتف بتاعي من ايدي؟ وبعد كده سويلين بيقول للخادم بتاعه روحوا صدر كل هواتف الموجودين بسرعه. وساعتها بيمسك اخت بطلتنا وبيديها بالقلم على وشها وبيقول لها كل ده بسببها، دي هي اللي حطت الخطه، هي اللي حطت لي مخدر وكانت عايزه تعمل معايا علاقه بالقوه، كل ده بسببها. وساعتها بتقول له ايه يا ليسيولين انت بتقول ايه؟ هو ده اللي انت قلته لي وانت معايا؟ انت قلت اللي انت بتحبني انا وبس،
وكمان علاقتك باختي دي كانت مجرد تمثيل علشان فلوسها. وساعتها بيضربها تاني بيقول لها اخرسي انت ولا خبيثه وكمان واضعه وغير محتشمه، لولا انك انت اخت الشاوشياو انا كنت. وساعتها تيجي بطلتنا بتقول له يا سويلين انا ما كنتش اتوقع انك تكون شخص زي كده، وهو بيعمل نفسه بريء وبالله يا شياو اسمعيني بس انا فعلا عندي تفسير. وهي بتقول له يا بابا انا على استعداد ان اتخلى على سويلين لاختي طالما انها تكون سعيده. وبنشوف الام مرات الاب اقصد يعني قص المصاب كلها وهي نازله مع بنتها وبتقول يا شاوشياو يا عم لين ارجوكوا سامحوا شاوشياو. من المؤكد اللي هي اتاثرت بسويلين، والا فهي شاو جاو اكيد مستحيل اللي هي تعمل حاجه زي كده. ولكن سولين بيقول كفايه كفايه، هو ايه العرض ده كله؟ والاب هو اللي بيقول كده، بيقول يا ساده النهارده ما احسنش قالين استقبالكم واحنا هنيجي علشان نعتذر في يوم تاني، ارجوكم انصرفوا كلكم. ولكن بنتنا بتقول استنوا وبتاخد المايك وبتقول النهارده حفل زفافي انا لين روان شو، وده مش منطقي اللي احنا ندعيكم وبعد كده نطردكم. لو كان العريس غير مناسب فاحنا هنغيره بكل بساطة، هو احنا ليه نسيب شخص واحد يفسد حفل الزفاف؟ وساعتها هي بتبص للسيد فوق وطبعا كل الناس بتستغرب، والاب بيقول لها انت بتعملي ايه؟ كفايه كده انت بتخجلينا اكتر. ولكن بطلتنا بتقول يا بابا هو انت حاسس بالخجل دلوقتي؟ اسمعني احنا ممكن ننقذ وش عيلة لين. وهو بيقول لها انت قصدك ايه؟ وساعتها هي بتقول ارجو منكم انكم ترحبوا بالعريس الجديد فوزيشيان. وساعتها هي بتمد ايديها ليه وهو بيقول في باله انت بتعملي ايه؟ ده مش اللي احنا اتفقنا عليه يا ست انتي. وهو بيكون طبعا مستغرب وهي بتقول له يا فو، ولكن فجأة هو بيطلع يجري والناس بيقولوا ايه هو هرب السيد فو ولا ايه؟ شكل الآلين سالين كانت بتتمنى ده من طرف واحد، يا ترى عايزة تجبره الزواج علنا كده؟ دي فعلا عندها طموحات كبيره. وساعتها هي بتتضايق جدا وبتقول في بالها يعني كده فو هو كمان ما بقاش عايزني. وفجاه بيجي سويلين وبيقول شو اسمعي التفسيري، حب ليكي كان دايما حقيقي، لين جياو كانت مجرد نزوه انا مش هكرر ده ابدا ارجوكي سامحيني. وهي بترجع فلاش باك وبتفتكر اللي هي كانت بتقول لسويلين فكر في الموضوع انا مش عايزه اتجوز من العجوز مو ده، ارجوك فكر لي في حل. وهو بيقول لها انت بتطلبي مني اذن خلاص يلا اركعي. وساعتها هي بتتصدم جدا وهي بتعمل كده فعلا تركع قدامه وهو بيقول لها شاو شاو انا مش بقول ان انا مش عايز اساعدك ولكن القرار بايدك، لو انت ما كنتيش عايزه تتجوزي من شخص ما فمفيش اي حد يقدر يجبرك. وبصراحه الموضوع مش بيتعلق بحب المظاهر والرغبه في الارتباط بعيله مو، هو انت ليه تتظاهري دلوقتي بالبراءه يا شاو شاو؟ انا لسه بحبك وده مش هيتغير ابدا، حتى لو اتجوزت من السيد مو فانا هفضل احبك وانا على استعداد ان ابقى عشيق علشانك. الشخصيه وبنكمل القصه وبنرجع تاني للواقع وبطلتنا بتقول انت بتطلب مني ده خلاص اركع يا ليسيولين، انا بعترف ان انا كنت بحبك كتير جدا قبل كده ولكن انا ما بقتش احبك دلوقتي، حبك مرهق جدا ومذل جدا وما فيهوش اي احترام للذات، والنوع ده من الحب مش بيناسب لين جياو اكتر من اي حاجه. وهو بيكون فعلا راكع وبعد كده بتيجي الجده بتقول لها انت بتعتبر الجواز ده مسحه ولا ايه؟ جوازك ده من سويلين ده زواج مدبر من جيل الاجداد، يا ترى انت بتقولي اللي انت مش عايزه تتجوزي بكل بساطه كده؟ هو انت حطيتي فين سمعه عيله لين؟ وبنتنا بتقول لها خلاص يعني خيانته مع عيله لين مع شياو جياو بتحسن سمعه عيله لين برضه. وساعتها هي بتتضايق وبتقول ده ارتكب خطأ بيرتكبه كل رجاله العالم ومفيش اي حاجه ما تستحقش المغفره، ولكن انت لازم تفهمي وانك تعتني بيه في اوقاته الصعبه والا هيلاقي اخرين فرصه وفي الاخر ده هيكون غلطتك. وساعتها بطلتنا بتكون مستغربه كلامها وبتعيط كمان ولكن بتقول لها سعادتي انت بتفكري في سعادتي او عدمها حتى او اني كنت هعيش عيشه كويسه ولا لا؟ كل ده مش مهم بالنسبه لك مش كده؟ وهي بتقول بالطريقه دي مش هيتجرأ اي راجل على الجواز منك، استعداد سوي ليه اللي هو يتجوز منك هو بالفعل نعمه عظيمه ليكي. وهي بتقول في بالها هو ليه لما انا الضحيه الحقيقيه بيوجه الكل اصابع الاتهام ليا وكاني انا المذنب الرئيسي؟ وهي بتقعد تعيط وبتقول هو ايه الشعور بالوحده ده؟ انا حاسه بالعجز وكأن كده بيتم ابتلاعي في الظلام. وفي وسط الاحداث الغريبه اللي بتحصل بيوصل السيد فو فجأة وبيقول مين اللي قال للين روان شياو مش هيتجوزها حد؟
وساعتها هي بتكون مستغربه اللي هو جه، ولكن بتكون مبسوطه. هو بيقول لها انا اسف اني مشيت فجاه كده، ولكن انا كنت بجهز حاجه، واسف اني ازعجتك يا لين روان شاو، هو انت موافقه ان انت تتجوزيني؟ وساعتها هو بيكون راح علشان يجيب لها الخاتم، وهي بتقول لها اللي هي موافقه. وساعتها الجده بتقول يا ولد عيلة فو، انت بتستعين بعيلة لين. وهو بيقول لها جدتي، عدم اعلامي قبل كده عن زيارتي الرسميه ليكم ده كان غلطتي، ولكن والدتي كانت اتقدمت بطلبة الجواز من عيلة لين، ازاي بس تقدري تقولي اللي احنا مش بنقدر عيلة لين؟ وكمان غير كده من حيث المكانة الاجتماعية فعيلة فو دي اغنى عيلة في المدينة، والمفروض اللي احنا نكون لائقين بعيلة لين، مش كده برضو؟ من حيث المظهر المفروض اللي ما يكونش اسوأ من لي سوي موجود هنا، صح؟ ومن حيث التدليل انا على استعداد لان انفق 30 مليون علشان اشتري قلادة بتقدمها لشاو شياو طالما ان هي هتحبها. اما بقى السيد لي فممكن اللي هو يشاهدني بس وانا بقدم القلادة لتشياو شياو. وساعتها هو بيمسك ايديها وبيقول لها الاهم من ده طوال حياتي انا احب الشاو شياو، ومش هتكون في اي واحده تانية في حياتي. وساعتها الجده الحيزبونه بتتضايق، وبتيجي ام السيد فو وبتقول يا سيده العجوزه انا مش موافقه على جواز فو زي شيان المفاجئ من شياو شياو، علشان كده حفل الزفاف ده بسيط جدا، وانا مش هسمح لتتان شياو شياو، علشان كده انا حضرت على الفور قائمة المهر والهدايا، وعيلة فو بتطلب ايد الانسة الكبيرة من عيلة لين، وده بكل اخلاص. والهدايا الخاصة كالتالي: فيلا منفصلة مطلة على النهر في مقاطعة فنجشين، وسيارة رياضية محدودة الإصدار من نوع سبيد، مجموعة مجوهرات قلب المحيط بقيمة سوقية 300 مليون، وكمان زودت كذا حاجة بس أنا مش هقول الكلام ده كله. وفي الآخر اديتها 5% من الأسهم الأصلية لمجموعة فو، وده كملكية لين لوحدها قبل الجواز، ودي تم توثيقها رسميا. وساعتها الناس كلهم بيقولوا ايه دي أسهم أصلية ملكية، وكمان كل ده حصل قبل الجواز، هو احنا هنبقى أغنياء ولا ايه؟ دي هدايا عيلة فو مليانة بالإخلاص. وساعتها الأم بتقول العم لين سيدة العجوز يا ترى انتوا عارفين اذا كانت الهدايا بتاعت عيلة فو دي كافية من الاخلاص ولا لا؟ وساعتها الاب اصلا بيكون مستغرب من كلامها، وهو بيقول لها الهدايا بتاعتك دي ثمينة جدا، انا هعمل ايه اصلا بالمهر ده كله؟ والام بتقول له طب كده وافق العم لين، وهو بيقول لها اهم حاجة دلوقتي رؤية رغبة الاطفال نفسهم، مش كده برضو؟ بما ان الشاو شياو وافقت فازاي انا بس هرفض؟ هترفض؟ ده انت والولاية الحيزبونة التانية دي كنتوا عايزين تجوزوها للكلب اللي مرمي هناك ده. والاب بيقول عيلة فو اكتر قوة من عيلة لي، بالارتباط ده الشجرة الكبيرة هترتفع مكانة عيلة لين. وبعد كده بنروح لفو اللي بيقول انا اسف للي حصل النهاردة، انا هعوضك بكل تأكيد بحفل زفاف اسطوري بعد ما ارجع. وهي بتقول له ماشي. وبعد كده الام بتقول انا قصدي هنا على مرات الاب، وهي بتقول للكل دلوقتي سعداء شاو شياو هتتجوز من عيلة فو، وجياو جياو هتتجوز من عيلة لي، ممكن للطفلتين اللي هم يعملوا حفل الزفاف مع بعض. الام بتقول لسوي لين اتجرأ انك ما توافقش دلوقتي، ولما توصل شاو شياو لعيلة فو انت مستحيل تاخد ايام كويسة في حياتك. وبعد كده الجدة بتقول زواج جياو جياو من سوي لين ده برضه كويس، على عكس لين روان شياو اللي مش بتهتم بمشاعر الناس التانية. كده الجدة بتجوزهم لبعض، بتقول لي اعتبرت اتماما للجواز المدبر بين العيلتين. وساعتها سوي لين بيتضايق جدا، بيقول لين روان شياو وفوزي شيان انا مش هسمح لكم اللي انتوا ترحلوا بالصورة دي، ده عار النهارده هنتقم منه ال100,000 ضعف بعد كده. وبعد كده بنشوف الاخت مبسوطة وبتقول اخيرا انا اتجوزت من سوي لين زي ما انا اتمنيت، ده الراجل اللي حبيته اختي بشدة في يوم من الايام ده بقى ملكي اخيرا. الاخت المريضة دي. وبعد كده بيجي الليل والجو بيبرد، وفوق بيشوف بطلتنا وهي واقفة كده بالفستان بتاع العريان ده، وهو بيقول لها الوقت متأخر وانت مش عايزة جاكيت وانت مش خايفة من البرد، وهو بيلبسها الجاكيت، وهي بتقول له يا فوق شكرا ليك النهارده، وهو بيقول لها انت بتشكريني على ايه بالظبط؟ وهي بتقول له شكرا للي انت ما تخليتش عني وما خلتنيش اقع في الهاوية مرة تانية. وساعتها هو بيستغرب جدا وبيقول احنا وقعنا عقد مع بعض، انا فوق انا مستحيل اخالف الوعد بتاعي ابدا. وبعد كده هي بتقول له انت انفقت كتير النهارده مش كده؟ ما تقلقش انا مش هاخد الاسهم الاصليه. ولكن هو بيقول لها لو انت ما خدتهاش ازاي انا هرجع وراضي امي؟ وهي بتقول له يا فوق انتهى الموضوع مفيش داعي للتمثيل بقى، ادائك النهارده كان كويس جدا. ولكن هو بيقول لها ايه رايك لو
لو انا ما كنتش بمثل. وهي بتبص له باستغراب شديد جدا وبتقول له انت قصدك ايه؟ وهو بيقول لها انت هتعرفي بكره لما تشوف الاخبار. وبعد كده بيمسكها من ايديها وبيقول لها يلا انا هوصلك على البيت. وبعد كده في صباح اليوم اللي بعده بنشوفها وهي نايمه على سريرها وتليفونها بيرن، وهو بيقول لها يا شاو شاو شوف الاخبار بسرعه، فوتشي من عيلتك بيعلن عن سيطرته بطريقه كلها مبالغه. وفعلا هي بتفتح الفيديو بتاعه وبنشوف اللي هو بيقول انا معجب بالانسه لين روان من فتره طويله جدا، وانا في غايه السعاده ان هي قبلت عرض الجواز بتاعي، وانا هبذل كل جهدي علشان اعمل حفل زفاف اسطوري ليها، وبتمنى ان الكل يحضر علشان يشوف الحدث ده. وبعد كده هي بتكون مستغربه وبتقول يا فو انت بتعمل كل حاجه بطريقه مبالغه كده، هو انت هتقول ايه بعد كده لما ننهي فتره العقد ويحل الطلاق؟ بعد كده حد بيقول يا انستي الكبيره جت السيده الكبيره وبيطلب منك انك تنزلي بسرعه، وبتقول لهم حاضر انا فعلا هنزل. وبتقول في بالها وايه اللي هيحصل؟ وبعد كده بتنزل تلاقيهم قاعدين مع بعض وبتقول في بالها مشهد عائلي سعيد، وكأن كده انا الغريبه بينهم. وبعد كده بنشوف الجده اللي بتقول يا روان شاو من بكره هتبدا اختك العمل في شركه لين، وانت ما عندكيش اي اعتراض على ده مش كده؟ وبنتنا بتقول بالتاكيد اتعرضت اختي لظلم كبير امبارح، ومن البديهي اللي هي تغير من نفسها وكمان تشتغل في الشركه، ده هيكون فرصه كويسه ليها. والاب بيقول لها بصوت واطي هو انت مش هتعترضي على الموضوع ده؟ مش انت كنت دايما بتعترض على انضمام اختك للشركه؟ هو انت ليه وافقت المره دي بسرعه كده؟ هو انت عندك اي فكره خبيثه تانية؟ والبنت بتقول يا بابا انت ليه بتفرط التفكير كده؟ انا فعلا بتمنى دلوقتي ان اختي ان يجي لها كل خير اكتر من اي شخص. كانت اختي موافقه فانا على استعداد ان انا استحمل نفقات زفافها هي ولوسيين. وساعتها الاخت بتقول ايه وانت هتكوني باللطف ده فعلا؟ وبطلتنا بتقول ايوه نظرا لوجود بعض الاختلافات بيني وبين زيشيان، ففي الوقت الحالي لو اتجوزت اختي من ليسيو الخلافات دي هتتمحي من نفسها. وصحيح انا فعلا بوصيكم بتحديد موعد الزفاف مع عائله لي في اقرب وقت، لان فضيحه امبارح طالت عيله ليه، ومن المرجح ان هم هيحاولوا ينتقموا بشكل او باخر، على سبيل المثال التراجع عن الجواز. وساعتها بتبص للبنت وامها، وبعدها بيعدي اليوم وبنشوف تاني يوم ان البنت وامها، انا قصدي هنا مرات الاب والبنت التانية الغير شرعيه، بيكونوا واقفين قدام بيت سيلين وهو بيشوفهم وهو بيقول له ايه الحظ السيء ده؟ وامه بتقول له انا ما حسبتش الاتنين دول، ولكن دول جم بنفسهم لحد هنا. والابن بيقول يا بابا يا ماما ما تقلقوش انا عندي الحل. وبعد كده بيطلعوا هما الثلاثه علشان يقابلوهم بره البيت، والام بتقول يا سيدتي انا جيت مع جاو جاو علشان نناقش موعد زفاف الطفلين، وهي بتمسكها من ايديها، ولكن ام سويلين بتفلت ايديها وبتقول لها انت مين علشان تكوني زوجة ابني؟ من الطبيعي اللي هي ما تنجبش واحده زيك كانت عشيقه كده ذريه صالحه. وزوجة الاب بتقول لها انت تقصدي ايه؟ والاب بيقول دي 5 ملايين، خد الفلوس يلا وقول لوسائل الاعلام الخارجيه ان بنت كلين جياو اللي اغرت ابني، وبيحدف لهم الفلوس على الارض. وزوجة الاب بتقول هو انت فاكر ان 5 ملايين هتخليني ابيع بنتي؟ مش جياو جياو بتجري على سويلين وبتقول له ايه معنى كل ده؟ قول حاجه. وهو بيشد ايده منها وبيقول لها ازاي بس هتجوز واحده خليعه زيك؟ والام بتقول لها ده كل اللي في الموضوع، مين عارف كام راجل انت نمت معاه قبل كده؟ وهي بتقول له يا اخويا سويلين انت عارف كويس ان دي كانت المره الاولى ليا، وانت شفت علامات عذريتي في الليله دي؟ وهو بيقول لها ده مجرد حاجه ممكن الطب اللي هو يعملها. والام بتقول ايه يا شاو شياو هو اللي بيقوله صحيح؟ وهي بتقول لها لا يا امي اسمعيني. ولكن هو بيوريها الفيديو، والفيديو ده كان لبنتها، ولما البنت كانت عايزه تاخد الموبايل هو بيشدها وبيرميها على الارض وبيقول لها هو انت لسه بتصر اللي دي كانت المره الاولى بينا؟ حركاتك الجريئه دي مين بس يصدق اللي دي كانت تجربتك الاولى؟ وهي بتقول انا ما عملتش حاجه انت بتتهمني بالزور. ولكن بنشوف الام بتضربها بالقلم على وشها وبتقول لها انت ازاي تعملي حاجه زي كده؟ وهي بتقول له لولا ان انت طلبت مني الخروج في الليله دي انا ما كنتش هتهان على ايديهم كده. وساعتها الام بتمسكها وبتقول لها بيتضح ان انتوا كنتوا بتخططوا لده مسبقا وانتوا ما عندكوش النيه للارتباط ببنتي مش كده؟ وسويلين بيقول لها بكل برود انا بعترف ان انا اتجوزت لين روان علشان ثروه عيله لين، ولكن حتى لو ما كانتش لين روان موجوده انا ما كنتش هتجوزك ابدا. وساعتها هي بتعيط والام بتقول له اتمنى ان انت ما تندمش على ده بعدين. وساعتها هي بتمشي مع بنتها وبتقول في بالها الحل الوحيد هو ان جاو جاو
تاخد بسرعة وراثة شركة لين، وساعتها هيكون لنا احنا الاتنين الام وبنتها سبيل للحياة. يعني الست بعد اللي حصل فيها ده كله لسه بتفكر بالطريقة القذرة دي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وبعد كده بنروح لمقر الشركة، وبيكون في عربية واقفة هناك، والعربية دي بيكون فيها فو وبطلتنا، وهي بتقول له انت بتعمل ايه؟ وهو بيقول لها احنا بدأنا للتو اللي احنا نكون مخطوبين، مش كده؟ ولازم الواحد يوصل خطيبته لمقر عملها، دي حاجة طبيعية، مش المفروض اللي يكون في قبلة وداع كمان. وهي بتشوف الناس بص عليهم، وهو بيقول لها بسرعة في ناس واقفة بتشوفنا، احنا لازم نتقن الدور لحد الآخر. وهي فعلا بتبصه في خده، وهي بتسيب العربية وتمشي، وهو طبعا بيتكسف جدا، وشكله كده بيكون بيحبها. وهي بتقول يا فو انت فعلا بتتمادى كتير جدا. وبعد كده بنشوفها وهي بتتكلم في التليفون، اللي بيكلمها ده هو سوي لين. هو بيقول لها شاو شياو انا عارف ان انا غلطت، بس يا ترى انت عندك وقت علشان ناكل اكل مع بعض بالليل؟ اديني بس فرصه علشان افصل لك الموضوع، فرصه واحده بس، لو انت ما سمحتنيش بعدها انا مش هزعجك تاني. وبتقول له خلاص لمره واحده بس، وبعد كده بتقفل التليفون. وبعد كده تليفونها بيرن تاني، وهي بتقول بكل تلقائيه يا سيو لي مش انا قلت لك هنتكلم بالليل في الموضوع؟ ما تزعجنيش تاني بقى يا عم انت. ولكن ده مش بيكون لسيو، ده بيكون بطلنا فو، وبيقول لها انت عندك موعد مع ليسيو بالليل. وهو ما بيعرف كده بيكون غاضب جدا. وبطلتنا لما بتعرف ان فو هو اللي متصل هي طبعا بتستغرب جدا، وهي بتقول له انا قال لي سوي لي اللي هو عايز يتكلم معايا بشأن حاجه. وفو بيقول لها ايه طبعا اللي هيتكلم معاكي فيه؟ ايه الموضوع اللي انتوا لازم تتكلموا فيه بالليل؟ هو عايز يعمل ايه بالظبط؟ وهي بتقول له هو انت حاسس بالغيره؟ وهو بيقول لها لا. وهي بتقول له ما تقلقش انا هرجع بعد الاكل على طول. وهو بيقول لها اتصل بيا لو حصل اي حاجه. وهي بتقول له ماشي. وبتقول في بالها الشاب فو ده مش مستبعد خالص اللي هو عايز يحاول التمثيل بينا لواقع، وممكن فعلا اللي هو يكون وقع في حب بالفعل. وبعد كده بنشوفها وهي قاعده مع سوي لي، وبتقول له يلا اتكلم. وهو بيكون جاب لها باقه ورد، وبيقول لها شياو الباقه دي اللي انت بتحبيها انا نقيتها بنفسي ورده ورده. وبيكون جايب لها شويه فراولات، وبيقول لها الفراوله دي مستورده خصيصا من بره، دي طريقه الجو تحبها جدا يلا دوقيها. لكن هي بتقول له يا ليسيو ايه الموضوع؟ انت دعيتني ليل الخروج، لو ما كانش في اي حاجه فانا همشي دلوقتي. وهو بيقول لها شاو شياو انا مدرك لخطئي، علاقتي بلين جياو كانت مجرد تمثيل، حب الوحيد كان دايما ليكي. ولكن هي طبعا بتفتكر حياتها اللي فاتت لما كان بيخونها مع اختها، وهي بتقول له يا ليسيو لين مشاعرك المزيفه ارخص من الكلب حتى. وهي بتقوم علشان تمشي، وهو بيمسكها من ايديها وبيقول لها وانا اقدر اطرح عليك سؤال؟ يا ترى فو لطيف معاكي؟ يا ترى انت بتحبيه؟ وهي بتقول له انت مالك؟ ايه علاقتك بالموضوع ده؟ وهو بيقعد يعيط، وبيقول لها انت لو كنت بتدمري حياتك بس علشان غضبك مني فانا مش هسامح نفسي طول حياتي. وبتقول له يا لوسيو في الواقع انا لازم اشكرك، زمان لما انا كنت على علاقه بيك كنت بعتقد ان الحب هو التضحيه من غير مقابل، وان اكون تابعه ليك واتخلى عن ذاتي، ولولا اني كشفت خيانتك انا ما كنتش قابلت فوق. وانا لما ادركت ان كنت اللي انا حاسه بيه تجاهك ده ما كانش حب حقيقي. وهو بيقول لها بناء على ده شاو شياو وانت حاسه بالسعاده دلوقتي؟ وهي بتقول له اكيد. ساعتها هو بيجيب شويه مشروبات وبيقول لها الكاس ده احتفالا بزياف شاو شياو السعيد، وهو بيقدم لها الكاس، ولكن هي بترفض وبتقول له شكرا. ولكن هو بيمسكها من ايديها وبيزقها على الترابيزه وبيقول لها ليروان شياو انت مش هتسي استخدام لطف معاكي. وساعتها بيشربها الكاس بالعافيه، وهو بيكون مثبتها على الارض. وهي بتقول له اليسيو انت فقدت عقلك ولا ايه؟ وهو بيقول لها النساء بيتمنوا اللي هم يكونوا معايا، انا بقبل ان انا انام مع واحده مستهلكه زيك، انت المفروض تحس بالامتنان اصلا. وهي بتقول له اليسيو سيبني، ولكن هو بيضربها بالقلم وبيكون عايز يغتصبها. وبيقول لها لما يعرف فوتشين ان انا كنت معاكي هنشوف بقى اذا كان هيقبلك بعد كده ولا لا. وهي بتقعد تعيط وبتقول له اليسيو انت واخد سيبني ارجوك. وهو بيقول لها انت عارفه دلوقتي ازاي تتوسلي مش كده؟ بس فات الاوان على ده. ولكن فجاه بيمسكوا حد وبيشده وبيضربه بالازازه على دماغه وبيقول له انت بتدور على الموت. وساعتها بنشوف ان فوق طلع له ودان ذئب. وساعتها بتقول في بالها وايه اللي انا شايفاه دلوقتي؟ يا فوتشي بطل تضربه بطل. وهو بيقعد يضرب فيه كل شويه، ولكن هي بتقعد تجري عليه وتحضنه وبتقول له يا فوق انا هنا، انا شياو شيان ارجوك وقف اللي انت بتعمله. وساعتها بتختفي ودن الذئب
وبيجي تشين كمان معاه، وفو بيقول له لو اتجرأت ان انت تأذيها مرة تانية انا هقتلك. وفو بيقول لتشين انا اديتك مهمة، وهو بيقول له خليك مطمن، وشكلهم كده ناويين يعملوا حاجة في سوي لي. وبعد كده بطلنا بيشيلها وبيمشي وبيوديها لحد السرير كمان، وبيكون عمالة بتعيط وبيقول لها انا بعتذر ان انا جيت متأخر، ولكن هي بتحضنه بتقول له يا فو شكرا ليك انك جيت، وهو بيقول لها مفيش مشكلة كل حاجة انتهت خلاص. وهي بتقول انا مش هسمح لاي شخص اللي هو يأذيك مرة تانية ابدا، وهو بيكون مستغرب. وساعتها هما بيقربوا من بعض، ولكن هي بتتكسف وبتبعد، وهي بتقول له يا سيد فو زواجنا ده مجرد اتفاق تعاقدي. وهو بيقول لها ايه رايك لو انا حولت التمثيل ده الواقع؟ وساعتها هي بتستغرب وبتقعد تضحك وبتقول له يا سيد فو ما تستهزأش بيا، هتعمل ايه بكل النساء اللي انت بتوعدهم دول؟ وهو بيقول لها ايوه من بره الناس عارفين ان السيد فو متعدد العلاقات، ولكن سواء صدقت ده ولا لا انت المرأة الوحيدة اللي في حياتي. وساعتها هي بتستغرب جدا وبتقول له انا كمان غير مستعدة للدخول في علاقة جديدة، علشان كده من الافضل اللي احنا نفضل زي ما احنا دلوقتي. وهو بيقول لها ماشي. وبعد كده هو كان هيمشي، ولكن هي بتمسكه من ايده وبتقول له وانت ممكن تفضل جنبي شويه، انا فعلا حاسه بالخوف. وهو بينام جنبها، وهي بتقول له وانت بتعتقد ان انا مخادعه صح؟ اني ارفضك من جهه واطلب منك انك تفضل معايا من الجهه التانيه. وهو بيقول لها خلينا نشوف اذا كنت هترجعي تدوري على لي سيولين تاني ولا لا. وهي بتقول له وقف الكلام، بطل الكلام عن الموضوع ده، انا ندمانه بالفعل وعايز اكسر رجليا اللي انا رحت له، يلا يا عم نام بقى واخلص. وبعد كده بيعدي كام يوم وبنروح لمجموعه لين وبنشوف الاب هناك، وبيقول وفقا لوصيه الجد هيتم توريث منصب رئيس مجلس الاداره مجموعه لين للشياوشياو. والناس بيقولوا من امتى بقى دور بنت صغيره عديمه الخبره اللي هي تتحكم في عيله لين؟ والناس التانيه بيقولوا ده صحيح، غير كده روان شياو مخطوبه لعيله فو، مش كده هيكون اسم شركه لين هو فو. والاب بيقول بما ان هما الاتنين حفيدتين للجد فليه ما تتولاش البنت الصغيره المنصب؟ انا بقترح ان ترث السيدتين اسهم رئيس مجلس الاداره القديم مع بعض، ويتعاد انتخاب رئيس مجلس الإدارة الجديد. ومش الأب يا شباب اللي بيقول كده، ده واحد تاني من مجلس الإدارة. والأخت بتقول شكرا للتقديم ده، شكرا يا أعمامي انتوا الأقارب بتوعي، وعلى الرغم ان أنا جاو عندي أواجه قصور، ولكن أنا مستعدة للتعلم ومستعدة أن أساعد أختي. ولكن بطلتنا بتكون قاعدة وبتقول وصية جدي مكتوبة بكل وضوح ومختومة كمان، وأنا ليه أقسمها نص الأسهم؟ وبعد كده واحد بيقول وأنت عايزة فعلا تتعدي على الأعراف وتصدر اوامر لينا احنا كبار العيله وانت فاهمه الاصول؟ انت كده بتسيء سمعه عيله لين. وهي بتقول انا ما اعرفش اذا كانت خساره العم التاني للشركه ب 30 مليون تعتبر اساءه لسمعه عيله لين ولا لا. وابوها بيقول لها كفايه يا شاو على الرغم من وجود وصيه الجد، ولكن لو انت كنت عايزه تقعدي على كرسي رئيس مجلس الاداره ده فاظهري اولا النتائج، كده يكون انتهى الاجتماع. وبنشوف بطلتنا بتقول انا كنت مستعده لده من فتره، مش المفروض ان قطعه الارض اللي عند اطراف المدينه المهجوره دي كانت موجوده طول الفتره دي؟ انا وصلنا للحكومه بتولي اهتمام كبير جدا لقطاع السياحه في السنوات الاخيره، وانا بقترح ان احنا نستثمر في التوجه ده وننشئ منتجع فاخر جدا بعيد عن صخب المدينه. وبنشوف الاخت بتقول هي امتى اعدت ده؟ وبطلتنا بتقول الشباب دلوقتي بيعانوا من ضغوطات عمل كبيره وعايزين يخرجوا للترفيه والاستقراء بين الحين والآخر، ولكن ما عندهمش وقت علشان يروحوا لحتة بعيدة. واحنا لو قدرنا ننشئ واحة طبيعية مريحة فهنقدر بكل تأكيد اللي احنا نجذب كتير جدا من الشباب. وبنشوف واحد بتقول الخطة دي شكلها رائع على الورق، ولكن للأسف مليانة بالثغرات، ده مجرد مظهر خارجي، انت بتتطرقي بس للإيجابيات. فين الميزانية الحقيقية؟ وايه الصعوبات المتوقعة؟ وايه الحلول المقترحة؟ فين الجهات الراعية؟ مفيش أي حاجة. اللي احنا هنناقشه ده وبطلتنا بتقول ان انا عرضته عليكم دلوقتي كمجرد هيكل اولي، ودي هي الخطه التفصيليه. وفي واحده بتقول يا رئيسه لين هو بيقلق مشروع المنطقه الواقعه على اطراف المدينه ده؟ وهي بتقول ايوه انا عندي تصور مبدئي بس، ولكن انا بفتقر للخبره في الجوانب التطبيقيه. ولكن بتيجي واحده بتقول لها بص كده على ده، وبطلتنا بتقول ايه ده؟ ايه الخطه المفصله دي؟ والبنت دي بتقول انت بتبالغي في اطرائي، انا من ساعه ما دخلت الشركه ولحد دلوقتي انا قضيت سنتين في موقع البناء وكل الاجراءات محفوظه عن ظهر قلب. وبطلتنا بتقول لها انت اسمك ايه؟ وهي بتقول لها انا اسمي لين شي. وده يا شباب كان فلاش باك على انها ازاي عملت الخطه دي
وبعد كده هي بتبص على اختها وبتقول في بالها كويس اللي انا كنت مستعده مسبقا. وبعد كده بيعدي اليوم، وبعد نهايه الشغل بنشوف فو وهو قاعد ماسك الموبايل بتاعه، وكل الناس قاعدين يشوفوه ويقولوا ايه ده خطيب الرئيسه لين، ده الابن الاكبر لمجموعه فو، ده فعلا وسيم جدا. بس ايه فايده الوسامه دي؟ بيتقال اللي هو عنده عشق كبير بالنساء ومطرف جدا. مش المفروض شخص كسول زي ده يعيش على مال اهله؟ ده ممكن كمان اللي هو يحتاج يعتمد على الست بتاعتنا علشان تعيله في المستقبل. ولكن بنشوف بطلتنا بتيجي وبتقول لهم التكلم عن اخبار الناس التانية خلال ساعات العمل وانتقاد الاخرين من وراء ظهورهم، مين اللي سمح لكم بده؟ ساعتها هي بتزعق لهم وكلهم بيتخرسوا، ولكن فو بيوصل وبيقول لها انا بعتمد على مراتي، وايه يعني ايه المشكله في كده؟ وساعتها هو بياخدها ويمشي، وهي بتقول له ده بيستمد قوته من نفوذ شخص تاني، وهي بتقلع الجزمه وبيقعدوا سوا مع بعض اخيرا. وهي بتقول اخيرا وصلت للبيت، استهدفني الاعمام والاقارب في مجلس الاداره طول اليوم النهارده وانا كنت متعبه جدا. وفو بيقول لها يا ترى في اي حد بيخاف الانسه لين الكبيره؟ وهي بتقول انا كنت عايزه افضل في منصبي كرئيس لمجلس الاداره، انا لازم اتخطى عقبه مجلس الاداره دي، فضلا عن ده انا مش عايزه اضيع تعب جد على الفاضي. وفو بيقول لها يا انسه لين انت عندك اصرار مبالغ فيه مع ثروه عيله لين، حتى لو قضيت حياتك كلها في اللهو والاتكال على غيرك انت مش هتعيشي حياه بائسه خالص، مش كده؟ وهي بتقول له بس انا عندي طموح ان احافظ على ارث جدي وكمان امي اللي بذلوا كل جهود كبيره جدا علشان ياسسوها ويطوروها، وانا مش عايز اضيع تعبهم على الفاضي بسبب اهمالي انا. وفو بيكون مستغرب من كلامها وبيقول في بالها دي مختلفه تماما عن اللي انا عرفتهم من بنات قبل كده، دول بتوع العائلات الثريه المدعيين دول. وهو بيقول لها يا مرات المستقبليه العزيزه ايه رايك اللي انت تزوري شركتي بكره علشان تساعديني؟ وهي بتقول في بالها ايه انا حاسه دايما بوجود فخ او مكيده، ولكن هي بتروح فعلا في اليوم الجاي لمجموعه فوشي. وفو بيقول لها ايه رايك دي شركتي الخاصه، دي منفصله تماما عن شركه فو، ايه رايك الاسم جذاب جدا مش كده؟ وهي بتقول له انت نرجسي كده ليه يا عم انت؟ ولكن اول لما بيخش الشركه بتيجي واحده تلزق فيه وبتقول له يا سيد فو اخيرا جيت، الكل مشتاق ليك كتير جدا. وبقول لها كفايه ما تعمليش حاجه متهوره. ولكن البنت دي بتشوف واحده بتقول له يا سيد فو مين دي؟ هي دي واحده من العاملات بتاعت النهارده، هي ليه انثى؟ وبطلتنا بتقول له ايه معذره هو انت لازم تنادي زوجة الرئيس كده؟ وهي بتقول ايه الرئيس زوجة ايه؟ انا رايحه اشتغل يا عم انت. وهي طبعا بتكون متضايقه وفو بيقول لها وانت حاسه بالغيره؟ وهي بتقول له ايه الهري ده؟ مش انت طلبت مني ان اساعدك في ضبط اوضاع الشركه؟ بعد شويه مش هيحق ليك الاعتراض على اي قرار اتخذه او اي كلمه انطقها هنا. وساعتها هو بيسكت خالص. وبعد كده بنشوف الموظفين في الشركه اغلبيتهم بنات اصلا. وفي واحده بتقول يا ليندا هو ايه اللي حصل لك؟ هو انت اتخانقتي مع السيد فو؟ وهي بتقول لا انا ما اعرفش منين ظهرت زوجة الرئيس دي، ده حطمت احلامي في حياة الطرف. واحدة تانية بتقول يا حصلة السيد فو ده معروف عنه تعدد علاقاته النسائية، وكمان بيتقال ان الزوجة دي باقية في البيت والعاشقات بيتغيروا، وده انت هتقدري تنالي قلب السيد فو تاخدي مكانة مرموقة في حياته. وبعد كده بتيجي بطلتنا وبتسمع الكلام ده وبتقول انا ما كنتش هتصور ان الشركة اللي وظفتكم علشان تنظموا التانيين عندها اساليب ايقاع الرئيس في حبهم، انت هتتوجهي فورا لقسم المحاسبه علشان تاخدي مستحقاتك وتمشي من هنا. وانت كمان صحيح الشركه مش محتاجه لموظفين ذو نوايا خبيثه. ابتداء من النهارده هيتم تقديم تقرير العمل الاسبوعيه لرئيس القسم، وهيتقدم رئيس القسم التقرير مباشر للرئيس فو. مش هيتسمح بلعب الالعاب او تناول بذور اليقطين او اي سلوك مش هيتعلق بالعمل خلال ساعات العمل. لو تم انجاز العمل بجوده وكميه مناسبين فقبل الوقت المحدد فانت ممكن تنصرف مبكرا، ولكن في حال اكتشاف ان اي شخص عنده نوايا خبيثه هيتم فصله فورا. وبنشوف السيد فو بعد ما بيسمع كده بيقلق كتير جدا وبيخاف، بيقول ايه ده انا اللي جبت ده كل لنفسي، مفيش ولا واحد هياخد يوم هانئ بعد كده في الشركه دي. وبعد كده بنروح لليوم اللي بعده في مجموعه لين وبنشوفها وهي ماسكه برضه رئيس مجلس الاداره وبتقول يا ساده انت عندكم اي افكار تانية حوالين اقتراح المجتمع الخاص بيا؟ ونشوف واحد بيقول انا
انا لسه بعتقد ان الست دي ما ينفعش تدير الشركه بغض النظر عن المشاريع. ولكن واحد تاني بيقول انت عندك حق في النقطه دي، ازاي بس الواحده اللي هي تقود بفعاليه؟ مش المفروض النساء دول مش معروفين بمهاراتهم في اتخاذ القرار؟ واحد تاني بيقول النساء في الاخر بيتجوزوا ويقعدوا في البيت قبل مسام التسليب عملنا الشخص تاني. وبطلتنا بتقول هو انتوا بتقولوا ايه؟ بغض النظر عن مدى اجتهادي في العمل ومحدش فيكم عايزني اكون الرئيسه. وواحد من مجلس الاداره بيقول بالظبط هي دي وجهه نظري. وبعد كده بيخش واحد وبيقول طب هيحصل ايه لو كانت هي المساهم الاكبر في مجموعه لين؟ والراجل بيقول له انت تقصد ايه؟ وبطلتنا بتقول له هو انت ايه اللي جابك لهنا؟ وهو بيقول لها انا جيت علشان احمي مصالح مراتي. وهو بيقول لو كان عندك وقت للملاحظات العنصريه يا سيدي انت ممكن تقضي لحظه في معرفه مين اللي عنده مجموعه لين الايام دي. وساعتها هو بيبص وبيقول ايه وانت قدرت بالفعل انك تحصل على كل القطع الصغيره من اسهم مجموعه لين؟ وبطلنا بيقول له ايوه بالظبط انا اشتريتها كلها وهي دلوقتي باسم إيريس. يا ترى انت عندك اي مشكله مع ده؟ وساعتها كلهم بيقوموا يمشوا والاب بيقول ده فعلا شخص كويس، اوعي تخليه يفلت من ايديكي. وابوها بيمشي بعدها وهي بتقول في بالها انت بتهتم بس بسمعه العيله وانت هتلقي باي شخص تحت الحافله علشان تحميها. وقصدها هنا اللي هو ممكن يقتل بنته حتى علشان يحمي مصالح العيله. وبنشوفها وهي مع فو وفو بيقول استني بس ده اكيد مشتته دلوقتي وبتفكر ازاي تشكريني مش كده؟ وهي بتقول انا بقدر كل اللي عملته النهارده علشاني. ولكن فجاه بنلاقيها هي ان هي زعلانه وبتقول انا مش هقدر دايما ان اعتمد عليه، انا محتاجه ان اكون قويه بما فيه الكفايه علشان اقف على رجلي واثبت خطأ الكل. وبعد كده بيعدي الوقت وبنشوفها وهي عماله تعد الاكل تظبط الترابيزه وبتقول في بالها ايه ده شكله غريب جدا، ده شكل كده وكأن انا اللي بتقدم علشان اخطبه، ولكن ده ساعدني النهارده فعلا علشان كده انا لازم اعمل له اكله معتبره على الاقل عشان اظهر تقديري. وفعلا هو بيجي وهو بيشوف الاكل ولكن مش بيشوفها وهو بيقول في باله يا ترى هي هتقول لي على مشاعرها النهارده؟ ده بعد اللي انا عملته بكل تاكيد. وهي بتوصل وهي لابسه فستان جميل وبتقول له اخيرا جيت. وبعد كده هي بتكون ماسكه علبه في ايديها وهو بيحلم وبيقول يا ترى ده خاتم ولا ايه؟ ده مستحيل بنت هتتقدم لخطبه شاب، انا فعلا محظوظ جدا. ولكن بنشوفها اللي هي كانت جايبه له جرافطه وبتقول له شكرا علشان انت ساعدتني النهارده، دي حاجه صغيره علشانك. وساعتها هنا هو بيجي له احباط بيقول ايه ده مجرد جرافطه يا عم انت. ولكن هو بيستغل الموقف وبيقول لها حطيها علشاني وهو بيقول في باله ده احسن من لا حاجه على ما اعتقد يعني. وهي بتلبسه الجرافطه فعلا وهو بيقربها ليه وساعتها هي بتتكسف وبيبعدوا عن بعض تاني وبيقعدوا سوا عشان ياكلوا. وهي بتقول له اتاخر الوقت وبيكون حد بيخبط عليهم وهي بتقول له انا هفتح دلوقتي. وساعتها بتيجي واحده وبطلتنا بتقول لها انت مين؟ ولكن البنت دي بتقول لها انت اللي مين؟ وفين ادريان؟ انا محتاجه ان اتكلم معاه. وساعتها بتزق بطلتنا وبتخش بتقول له ادريان انا الحمام بتاعي معطل وانا ممكن استخدم حمامك؟ وساعتها هي بتزقها لبره وهي بتقول لها انت عارفه انا مين؟ وهي بتقول لها ما يهمنيش، ادريان كان مهووس بيا زي ما انت عارفه. وبطلتنا بتقول لها هو كان مهووس بيكي قد ايه يعني؟ وبتبتسم كده وهي بتقولها وبتقول في بالها ده نموذج فعلا لزير النساء، بص كده الكل ده. والبنت التانية بتقول ده كان لطيف جدا معايا واحنا كنا مع بعض سوا. ولكن فجأة بيجي فوق وبيقول لها انت بتعملي ايه؟ وقف اللي انت بتعملييه ده، انت مين اصلا؟ انا ما اعرفكيش، هو انت مجنونة؟ وساعتها هو بيخرجها بره وبيقفل الباب وهو بيتكسف جدا بيقول انا ما اعرفهاش ابدا. ولكن بطلتنا بتمشي وبتقول له انا ما يهمنيش اذا كنت تعرفها ولا لا، بص ده زواج خدعه ولكن احنا بنلعب اللعبه دي، انت لازم تتعلم شويه ضبط النفس، انت لازم تخلي النساء دول بعيدين عن الباب. وساعتها هو بيتضايق وبيتكلم في التليفون وتشين بيقول له اخبار وحشه، البنت اللي كانت بتضايقك في الحانه امبارح دي جايه لك على البيت. وفوق بيقول له ايه انت جاي تقول لي دلوقتي؟ ما جات يا اخويا وحصل اللي حصل. وبعد كده بنشوف فو واقف قدام الباب بتاعها وبيقول لها انت ممكن تفتح الباب، انا هقول لك اي حاجه انت عايزه تعرفيها. وهي بتقول في بالها اتحرقت من رجاله كتير جدا في حياتي اللي فاتت ولكن انا عارفه ان ادريان مختلف مش كده، ولا انا بحاول استغله علشان انتقم؟ وهي بتقول له مفيش داعي انا بخير، الرجاله كلهم متشابهين على كل حال وانت مش مضطر انك تتخلى عن كل البنات دول علشاني. وهو بيستغرب اجابتها جدا وبيقول لها ايه خلاص انا هرجع للبيت، انا هرجع لبيتي دلوقتي
وبعد كده هو بيقفل الباب وهي بتفتح الباب على طول، بتقول يا فو انا مش قادر اسحبك معايا، انا لسه ما انتقمتش لحد دلوقتي. وبعد كده هو بيكون قاعد في الشارع وبيقعد يفكر في بطلتنا وبيقول ازاي سوي لي اذاكر بالطريقه دي كلها علشان ما تثقيش في الرجاله كلها كده. قال يعني هو عادي بكل البنات اللي هو يعرفها دي، ده كفايه البنات اللي مشغله في شركته. وبعد كده هو بيبص لفوق وهو بيلاحظ حاجه، ولكن هو بيشوف اللي هو مفيش حاجه، ويقول يا ترى خدعتني عينيا ولا ايه؟ ولكن بالفعل بيكونوا في شويه مصورين وكمان ناس بيراقبوا، وواحد بيقول لزميله احنا لازم نراقب كويس، احنا لازم نشوف اي حاجه تحصل غريبه ونقولها للرئيس حالا. والتاني بيقول له ماشي. وبعد كده فو بيرجع لامه وهي بتقول له انت ليه رجعت كده وفين إريس؟ قصدها هنا طبعا على بطلتنا، وهو بيقول لها دي كانت مرهقه علشان كده انا ما كنتش عايز ازعجها، انا جيت النهارده علشان ارتاح لي كام يوم. بس يا ماما هو حصل اي حاجه غريبه هنا؟ انا بقسم ان انا شفت شخص بيراقب البيت لما انا طلعت. وهي بتقول في بالها ايه دول؟ الصيادين. وهي بتقول انت اكيد بتتخيل حاجات يا ادريان، ادريان ده يا شباب هو اسم فو، ولكن هم غيروا اسمه في المنهوة، وبصراحه اسم ادريان احلى جدا من فو. وهي بتقول له انت لسه جرو، حواسك الذئبيه صغيره وعلى وشك اللي هي تتجنن. والام بتقول له افتكر اللي انا بقوله لك دايما، ما تخليش اي شخص يعرف انت مين، مجرد عرض غريب ده كل اللي انت هتكون عليه. وبيقول لها حاضر يا ماما انا فهمت. وبيقول في باله ما لاحظتش امي اي حاجه غير عاديه. وكمان ماركوس وإيريس لسه ما طردونيش تماما. إيريس يا شباب اللي هو اسم بطلتنا الجديد برضه. وأدريان بيقول أنا هطلع للطبق العلوي وأستحمى شوية وبعد كده أنام، وأنت كمان يا ماما أنت لازم تاخدي لك قسط من الراحة. وبعد كده بتقول في بالها هيجي البدر في غضون أيام قليلة، أنا لازم ألاقي طريقة علشان نتخلص من المخادعين دول قبل ما يجي الوقت. وبعد كده في اليوم اللي بعده بنروح لمجموعة لين وبنشوف بطلتنا هناك وبتكون قاعدة سرحانة وبتقول أنا شكلي كده كنت قاسي عليه امبارح. وهي بتكون ماسكه الموبايل بتاعها وبتقول يا ترى انا لازم ابعت له اعتذار برساله نصيه، ولكن هي بتشوف الوقت وبتقول ايه ده انا لازم امشي، يجي الوقت اللي انا ادور على ادريان واتكلم معاه بشكل شخصي. وبعد كده وهي ماشيه بتروح للجراج وهي بتحس بحاجه وبتقول في بالها استنى هو في شخص بيتبعني. وبعد كده هي بتستخبى وبتكلم بطلنا بتقول له ادريان انا في موقف السيارات بتاع شركتي وانا متاكده تماما ان هم بيلحقوني. وهو بيقول لها دوري على اي مكان تستخبي فيه وانا في طريق ليكي. ولكن فجاه بيطلع شويه ناس بلطجيه وماسكين اسلحه وبيقولوا هي دي يلا بينا عليها. وهي بتجري على المصعد وبتقول من فضلك اقفل بسرعه. وبعد كده بتجري على بوابه الخروج، ولكن قبل ما تطلع حد بيشدها من ايديها وده بيكون فوق وبيقول لها استني ما تنطقيش ولا كلمه انا موجوده اهو. وبعد كده بيسمعوا كلام بيقول هو ايه ده هي راحت على فين؟ مش المفروض اللي هي ركبت المصعد دي اختفت في الهوا؟ ولكن فجأة بيشوف الباب مفتوح وواحد تاني منهم بيقول اعتقد اللي هي مشيت علشان تتفقد الطابق التانية. وفجأة بيطلع بطلنا واول لما بيطلع بدماغه بيتضرب على دماغه بعصاية هوكي وهو بيقفل الباب برضه. وهي بتقول له ادريان افتح الباب، ولكن هو بيتعور وبيكون غاضب جدا وبيقول لهم يا جبناء انتوا اوعوا تضايقوا البنت، وهم بيقعدوا يضربوه وهو بيضربهم برضه، ولكن هم بيكونوا كتير. بطلنا بيقول لهم يلا بينا يا حبايبي. واحد بيقول استنى احنا مش هينفع نقتله مش كده؟ واحد تاني بيقول له خلاص خلينا نمشي. وساعتها هو بيقع على الارض من كتر الضرب وهي بتطلع تجري عليه بتقول له ادريان هو انت بخير؟ وبتقول له ما تخوفنيش عليك كده الاسعاف جايه دلوقتي ارجوك استنى شويه. وبيقول لها اهدي ما حصليش حاجه. وبعد كده هي بتكون في المستشفى والام بتجيله وبتقول لها يا إريس هو ايه اللي حصل وايه اللي حصل لادريان؟ وهي بتقول يا سيده فوق انا اسفه جدا ده كله خطأ بالكامل، كان ادريان بيحاول يحميني. والام بتقول دول كانوا اقصى مما توقعت ودلوقتي جه الوقت علشان اقول لك الحقيقه يا إريس. وهي بتقول لها من قرن مضى حكمت عيله فو سلاله الذئاب بصفتها عيله ملكيه، ولكن التوترات العرقيه وتغيرات الاوقات ادت لتراجع الذئاب وده أضعف سلالة فو على مر الأجيال. وبعد كده جاء أدريان واتولد بدم ذئب ملكي بيجري في عروقه، ولما هو اتولد رجع مجد عيلة فو أو شوية منه يعني، ولكن لفتت برضه انتباه الصيادين وده كان انتباه غير مرغوب فيه. وهي بتقول يعني البلطجية دول اللي هاجموني في موقف السيارات النهاردة دول كانوا صيادين. وهي بتقول في بالها علشان كده أدريان أنا فاكرة اللي أنا شفته هو عنده ودنين ذئب
انا كنت فاكره اللي انا كنت بتخيل، وده من الصدمه بتاعتي. والام بتقول انا مبسوطه علشان انت هتتجوزي ادريان، ولكن انا مش هينفع اعرضك للخطر. لو انت كنت هتحس بالامان اكتر لما تمشي فانت ما تتردديش من فضلك انك تعملي كده. ولكن بطلتنا بتستغرب اصلا وبتخش لفوق وهي بتفتكر كل ذكرياتها السعيده معاه، وبتقول في بالها لو كانت السيده فوق بتقول ان مستقبل ادريان مليان بالمخاطر، وان المغادره دلوقتي ممكن تكون فعلا افضل حاجه بالنسبه ليا. ولكن ادريان انا ما فهمتش لحد دلوقتي الحاجه اللي انت لازم تعوضني بيها، فانا ازاي همشي دلوقتي؟ وهي بتروح تطمن عليه وهي بتفضل قاعده في الاوضه، وهو اول لما بيفتح عينيه بيلاقيها وهي بتقول له ايه هو انت صحيت؟ انت حاسس ان انت كويس؟ انا ممكن اديلك الدكتور لو انت عايز. وهو بيقول لها ايوه من فضلك جيب الطبيب. وساعتها هي بتروح علشان تجيب الطبيب وهو بيمسك اللابتوب، واللابتوب ده بيكون بتاعها هي، وبيكون مبعت لها رساله بتقول يا انسه لين مفيش اي وقت كافي علشان ننهي المبنى ده في الموعد المحدد، واحنا اتجوزنا الميزانيه بكتير. وبنشوف المشرف كمان بعت لها رساله وبيقول لها يا انسه لين بعدها الطقس عاصف جدا ومحتاجين اللي احنا نرقي مواد المشروع والا هيفشل. وحد من الماليه بيقول يا انسه لين بتتدفق مصاريف الشركه بشكل مرتفع واحنا مش هنقدر نستحمل كل النفقات الكبيره دي في وقت الحالي. وهو بيقول في باله يا ترى عشان كده كانت هي متوتره جدا كل ده في العمل. وهو بيبعد اللابتوب عنه اول لما بيشوفها جايه، والدكتور بيجي يكشف عليه، والام كمان بتخش وبتقول له دكتور يا ترى ابني كويس؟ وهو بيقول لها كل مؤشراته الحيويه مستقره، ولكن محتاج اللي هو يركز على التعافي الفتره، هو مش هينفع يعمل اي نشاط شاق في الوقت الحالي. وبعد كده التليفون بتاعها بيرن وهي بتقول بصوت واطي وانا مش قلت دلوقتي اللي انا مش هينفع امشي وانت ما ينفعش تستنى لحد الصبح؟ ولكن وبنشوف بطلنا وهو بيقول لها ارجع للشغل يلا، انا عارف ان المشروع ده مهم جدا بالنسبه لك. والام بتكون مبسوطه بيها وبتقول لها مش من السهل اداره شركه كواحده ست، مش كده؟ انت لازم تركزي على ده كويس جدا وانا هكون هنا مع ادريان، انت ما عندكيش مشكله في ده اكيد. وهي بتقول لها شكرا ليكي. وبعد كده هي بتمشي وبطلنا بيقول لها يا ماما انا عايز اعرف اكتر عن اداره الشركات. وساعتها هي بتديله على دماغه وهي بتقول له ادريان هو انت حاسس انك بخير؟ دي فكره مفاجاه فعلا. وهو بيقول لها ماما انا بتكلم بجد. وهي بتقول له يعني انت عايز تساعد ازيز في ان هي تخفف عبء العمل؟ وهو بيقول لها لا انا عايز اساعدك انت. قال يعني هي مش عارفه. وبعد كده في اليوم اللي بعده بيجي واحد وبيقعد يعلم بطلنا، وهو بيقعد يقرا كتير جدا وبيشكر الراجل اللي جاب له الحاجات واللي علمه. وهو بيقول له ولا يهمك يا سيدي، السيده فوق مبسوطه جدا لانك مهتم بمعرفه ده. وبعد كده هو بيمشي، وطول ما هو قاعد في المستشفى هو قاعد بيقرا، لكن فجأة بيسمع الرعد وبيقول هو ايه الظلام ده فعلا غريب جدا، هي ليه ما بعتتليش ولا رساله طول اليوم؟ وقصده هنا على بطلتنا. وبيجي له رساله من هيئه الارصاد الجويه بتحذر فيها الناس من الفيضانات المفاجئه، وده هيكون مفعوله في مناطق كتير جدا، وان على كل المواطنين اللي هم يتاخدوا احتياطاتهم. وبطلنا لما يجي يتصل بيها هو مش بيعرف، والتليفون بيقول له الشخص اللي بتحاول تتصل بيه غير متاح دلوقتي، ارجوك ارجع اتصل بعد كده. وهو بيقعد يحاول تاني وتالت، وبعد كده بيرمي الورق وبيبعت لها رساله وبيقول لها يا ريس انت ما خلصتيش شغل لحد دلوقتي، اتصلي بيا لما تكوني متفرغه. وبعد كده هو بيقلق اكتر، وبعد كده بيتصل بواحد وبيقول له اديني عنوان منتجع مجموعه لين، ابعتولي على التليفون. وبيقول له استنى ليه؟ اوعى تفكر في انك تروح لموقع البناء، انت اكيد مش هتعمل كده مش كده؟ وهو بيقول له انا ما خدتش اي اخبار من اديس طول اليوم وانا ما كنتش عارف اتصل بيها عبر الهاتف، انا فعلا قلقان لو ممكن يكون في اي حاجه، دي ممكن تكون تعبانه جدا وبتنام اثناء العمل. والراجل اللي بيكلمه في التليفون بيقول له هو انت مجنون؟ انت لسه بتتعافى من المرض ولسه بتمطر بره بغزاره، انت مش هينفع تخرج. وهو بيقول له كفايه كلام يا عم انت. وبعد كده بنشوف الحراس بيمنعوه وبيقول لهم اتحركوا، هم بيقولوا له يا سيدي من فضلك ارجع للسرير واستريح. قالت السيده فوق اللي انت مش هينفع تمشي لحد لما تتعافى، ولكن بطلنا بيضربهم. والام بتوصل وبتقول له مين اللي طلب منك انك تتحرك دلوقتي؟ وبنشوف تشين وهو معاها، وادريان بيقول لها يا امي انا قلقان بشأن إيريس، احنا لازم نروح ندور عليها. وهي بتقول له يا ادريان انا فاهمه قلقك على إيريس، وانا بعت بالفعل شخص علشان يطمن عليها في موقع البناء، ولكن الطقس وحش جدا دلوقتي وانت مش هينفع تخرج لهناك، انت ممكن ده يعرضك لخطر. ولكن هو بيحاول يطلع وتشين بيحاول يهديه، وهو بيقول انت قلت لامي انا كنت فاكر ان احنا اصحاب. وبعد كده وبيضربه بالبنيه وقع على الارض، وبيقول له استنى يا عم انا فاهم انك دلوقتي بتهتم بيها كتير، ولكن انا مش هينفع اقف كده مكتوف الايدي
واشوف اخر وريث للعيله الملكيه للذئاب بيخاطر بنفسه علشان بنت. وساعتها هو بيتضايق اكتر. ولا يا امي، وانت بتحاولي توقفيني بجديه؟ يا امي انت عندك حق، انا عايز ادير الشركه واتخلى عن طريقتي القديمه في لعب القذر ده، وكل ده حصل بسبب إريس. يا ماما انا بحبها فعلا، ومش ده لانها قادره اللي هي تساعدني في الشركه، ولا حتى بسبب فلوس عيلتها او حتى نفوذهم، ولكن علشان هي الشخص المناسب. وهي بتقول له ايه، انت كنت عارف ده طول الوقت ده؟ وبطلنا بيقول لها اكيد عارف ايه اللي بيدور في ذهنك يا امي، وده ممكن ما يكونش الإريس اي صله عائليه بمفردها، ولكنها ذكيه جدا وانيقه، والزواج منها هيكون حلو جدا لاعمالنا، وهي اكيد مش هتحاول تستخدمنا علشان تدعم عيلتها. والام بتقول انت شخص غريب الاطوار يا ابني، انا اخترتها بعد دراسه متأنية، ولكن ايوه انا بحبها كتير بصدق. وهو بيقول انا هدير الشركه بعد سنتين، ولكن النهارده خلينا اتولى الموضوع ده. وهي بتقول له ماشي يا ابني، سيارات الاسعاف مش هتشتغل لحد الصبح، على الاقل انتوا الاتنين لازم تكونوا حذرين. وهي بتسيبه يمشي، وهو بيقول لها شكرا ليك يا امي، وهو بيقعد يرن عليها وبيقول لها يلا يا إريس رد عليا. وبعد كده فعلا بترد، وبطلنا بيقول لها يا إريس هو انت بخير؟ هو انت تعرضت للاذى؟ انا جاي لك في الطريق. وهي بتقول له انا بخير، انا بعتقد بس اللي انا لويت رجلي وانا ماشيه. وهو بيقول لها استني لحظه وانا اخرجك من هناك. وفعلا بيروح لمكان العمل وبيكون معاه ادوات طبيه، وبيقول لها يا إريس انت فين؟ وانت سامعاني؟ وهو ماشي بيقع عليه لوح من الحديد وبيصيبه اصابه جامده جدا، ومع ذلك هو برضه بيكمل. فجاه هو بيسمع صوت وبيقول ايه إريس، وبيشوفها وهي قاعده ومغمى عليها، وهو لما بيقرب منها ويلمسها بيحس اللي هي سخنه جدا. بيقول لها ايه ده انت مولعه، هو انت ليه حصل فيكي كده يا إريس؟ افتحي بقك وخد الحبايه دي. وهو بيبدا يداويها، ولانها مغمى عليها هو بيشربها الميه. وبعد كده هي بتقول ادريان، وهو بيقول لها انا هنا، ولكن هي بتنطق اسمه اصلا وهي نايمه. وبعد كده هو بيستغرب وهي بتفتح عينيها اخيرا وبتشوفها اللي هي قاعده معاه، وهي بتقول في بالها ده اذى نفسه بشده، ولكن مع ذلك ده جه علشاني، انا فعلا مش هقدر احصي عدد المرات اللي هو انقذني فيها يا ادريان، يا ترى انا ازاي بس هقدر اعوضك؟ وهو بيقول لها وانت بخير؟ وانت لسه بتعاني من الحمى؟ وهي بتقول له ايه، الجرح بتاعك بينزف، اخلع قميصك ده، انا لازم اغير لك الضماده. وهو بيقول لها انت مستعجله كده ليه يا دكتوره؟ يا ترى انت هتفحصيني؟ وهي بتقول له اخلص يا عم انت، وهي بتقلعه القميص، وهي بتلاقيه اتصاب بجروح جديده. بتقول ايه ده، هو ايه اللي حصل ده؟ وهو بيقول لها عادي وانا ماشي بس وقع عليا لوح حديد. وهي بتقول له هو انت مجنون؟ هو انت ليه ما استنيتش لحد لما يتوقف المطر؟ وهو بيقول لها المكان ده عامل زي مكب النفايات وانت عارفاني، ولو انت متي مين بس اللي هينفذ اتفاقنا؟ وهو بيقول لها بصي انت لازم تعملي فحص شامل لخلفية كل اللي شغال عندك، والا مع منتجع مبنى بالشكل الرديء ده انت هتواجه دعوة قضائية. وهو بيقول في باله يا إريس انا معرفش نوع الدراما العائلية اللي انت كنت بتتعاملي معاها، ولكنك بتخاطري بحياتك علشان تستعيد الشركة. وهو بيمسك ايديها وبيقول لها اوعدك ان انا هقف معاكي مهما كان الموضوع، حتى لو كان ده معناه خساره كل حاجه. وهي بتقول ما بتعتقدش ان انا بحاول استغلك واسعى وراء الاموال بتاعتك؟ وهو بيقول انا بتعلم الاداره بالفعل، انت عارفه ده، ما تعتقديش ان انت هتقدري تتفوقي عليا يا بنت. وهي بتفرح جدا وبتقول له ايوه انت مغرور شويه، ولكن هو بيحضنها وهي بتقعد تضحك. وبعد كده بتوصله للمستشفى وهو بيكون ساخن جدا وتعب، وهي بتقول يا دكتور هو عامل ايه؟ والدكتور بيقول لها عنده كتير من الاصابات القديمه وكمان الجديده، ومع نقص الرعايه المناسبه كان من الممكن تكون العدوى خطيره، ولحسن الحظ كان دايما قوي جدا، ولكن بالتاكيد هتكون في شوية ندوب. وبتوصل الأم وبتقول بيحتاج الراجل لندوب علشان معركته، ما تقلقيش بشأن ده يا إريس. وبنتنا بتقول يا سيدة تفو أنا هخرج شوية علشان أعمل مكالمة سريعة، من فضلك راقبي أدريانا علشاني. وبتقول لها أكيد. وبعد كده هي بتطلع وبتقعد تفكر وبتقول من ساعة اجتماع مجلس الإدارة ساءت الأمور، والهجوم في موقف السيارات كمان ومشاكل في موقع البناء. ألقت السيدة فو باللوم على الصيادين، ولكن عم التاني وهي بتتكلم في التليفون وبتقول يا لين انا عايزاك تدوري على حاجه علشاني.